بتبتدي قصتنا في قارة تيان شونج، الأراضي المبكية المحظورة، وبنشوف إن في حرب قايمة، وبيكون في شخص كده واقف على جبل، وتحت الجبل ده في ناس كتير جدا ماسكين أسلحة وبيبصوا عليه، وفي بنت من اللي واقفين، وبيكون اسم الشخص ده هو شو الشيطاني. وبتقول البنت دي: أنت مفيش يوم مر في حياتك إلا وأنت أذيت فيه ناس وارتكبت فيه أفعال شنيعة. فبيقول لي شخص تاني: أنت دلوقتي محاصر وهيكون النهارده آخر يوم في حياتك. وبيقول شخص كمان وهو متعصب: بعد 3 سنين من اللي حاط بيك أخيرا هنقتلك النهارده يا حقير، احنا هننتقم منك علشان كل تلاميذنا اللي انت قتلتهم. وبنشوف شو الشيطاني واللي بيكون واقف فوق الجبل وجسمه كله ملطخ بالدماء، وبيكون في ايده سيف وملطخ كمان بالدماء. وبنشوف هو واقف كده، بتيجي واحده وراه وبتقول له: يا شو، انت بعد ما وصلت للمرحله دي هل انت مش ندمان على اللي انت عملته؟ فبيضحك شو وبيقول: الندم؟ ندم على ايه؟ انا فضلت 100 سنه بحارب وبرفع في مستوايا، انا بقيت الاقوى بين كل الناس اللي كانت المفروض انها تكون في مستوايا. انا الشيء الوحيد اللي مضايقني هو قسوه الزمان عليا، انا لو هعيش لالاف السنين زيكم ما كنتوش حاولتم انكم تضايقوني. فبتقول الست دي وهي متعصبه كده ومستعده للقتال: ما تلومش غير نفسك بما انك مش عايز ترجع عن الشر بتاعك. والكل بيهاجم على شو الشيطاني من الارض والجو ومن كل حته حرفيا، وبيكون هدفهم كلهم هو قتل شو. وبيستعد شو علشان يوقف كل الضربات دي، ولكن الموضوع بيكون صعب جدا عليه، وده بسبب ان في قوه جباره ضده بسبب اجتماع كل الناس اللي من المستويات العليا ده. وبيتصاب شو كده وبيقعد يضحك وبيقول: انتم بتحاولوا تكسروا من لا يمكن كسره، كل ده بيحصل علشان طلبت الخلود، انا هوريكم. وفي اللحظه دي بيحصل حاجه غير متوقعه اطلاقا، وهي ان شو بيفجر نفسه، وبيكون محدش مصدق اللي حصل ده. وبنشوف بعد كده شو وهو بيقول: هما فاكرين ان انا شو الشيطاني هموت بالطريقه دي. وبنشوف بعد كده اراضي تايسو المقدسه، وبنبتدي نتعرف على الاراضي دي واللي بتتكون من 18 جبل، واشهرهم هم تيانشينج ويونشيا وتيانجيا، وفي هناك صاقلين من المستوى القديس الاعلى، لكن بقيه ال 14 جبل فيهم مقاتلين من مستوى قديس ادنى واقل. وبعد كده بنشوف ان عدى شهر على الاحداث اللي حصلت دي والحرب الكبرى، وتحديدا في جبل يونشيا. وبنشوف ان في نور احمر كده ساطع في بيت، وده بيت واحد من احسن التلاميذ في يونشيا، وبيكون شو هو اللي دخل جسم الولد ده وهو سبب النور اللي حصل ده. وبيضحك شو اول ما بيصحى وبيقول: انا رجعت، الطريقه نفعت. وبيقول شو: انا دلوقتي اسمي شو شيو، وكنت طالب جامعي قبل ما ابقى انا في الجسم ده، وانا علشان يتم اعاده بحثي بنجاح كنت عامل 3781 خطه احتياطيه و1201 طريقه لاعاده البحث. وبيضحك شو وبيقول: بالتجهيزات زي دي ازاي اموت على ايد شويه حكراء زي دول؟ وبيبتدي شو يستوعب هو فين وكده يعني، وبيقول: انا شكلي في اراضي تايسو المقدسه، ومن الواضح ان من المكتوب ليا اني اقعد هنا. وفجاه وسط ما شو كده بيتكلم بيجي فجاه قدامه اشعار: عاد المضيف للحياه. اشعار اخر: جاري اعاده تحديث النظام واضافه وظائف جديده. وبيفتح نافذه كده لشو، وبيكون لازم عليه الاختيار بين حاجتين، وهما الشرير المقدر، ودي لو اختارها هياخد جوائز باستمرار من النظام كل لما يعمل عمل شرير، او شرير مختفي. ودي كده بيقول فيها النظام لشو انه بما انه مات مره بالفعل فممكن يخفي انه شرير لفتره على ما يبقى اقوى وبعدين يبقى شرير. وبيبتدي يفكر شو في الموضوع وبيقول: انا زمان في حياتي السابقه كنت مختار اني اكون الشرير المقدر، وكنت بحب فعلا اني اعمل الافعال الشريره، وكنت بتضايق شويه ان كل الناس بتكرهني بصراحه، فانا خليني هبقى مختفي المره دي، وخليني افضل متخفي كده وازود في قوتي وارجع فجاه للعالم كله. وبيبتسم شو وبيقول في غرور كده: مش الموضوع هيبقى مذهل؟ وبيختار فعلا شو الشرير المختفي. وبعد كده بيطلب من النظام انه يوري له الاحصائيات بتاعته، وبنعرف انه دخل في جسم التلميذ الاكبر لجبل يونشيا، وموهبته عاديه جدا ولكن حظه سيء لانه سالب 18 وضعيف جدا، يعتبر اقوى من الفرخه بالعافيه يعني. وبيكون شو في صدمه بسبب الارقام السيئه قوي للجسم اللي هو فيه ده. وبنعرف ان صاحب الجسم ده اللي هو برضه كان اسمه شو يعني، بس عشان لخبطه يعني شو القديم وشو الجديد هنمشيها كده يعني. المهم شو القديم لما كان في الجسم بتاعه قبل كده حصل خناقه بينه وبين واحد من القبيله، وحصلت معركه بينهم، ولكن شو القديم اتهزم بضربه واحده. وده مش كده وبس، لا ده كمان تم تدمير مركز الطاقه بتاعه. وبيقول شو الشيطاني: الولد ده كان مسكين جدا، بس بما اني معايا جسمه دلوقتي فانا لازم اني انتقم ليه على كل اللي حصل. وبعد كده بيقعد يحاول شو انه يقوي في جسمه، وبيقعد ساعه كامله بيحاول انه يجمع في الطاقه، ولكن بعد ما بيفشل بيقول الجسم ده عديم الفايده والموهبه ومتصاب وحالته كرب خالص. وبنشوف بعد كده مجموعه من الناس وهما بيتكلموا مع بعض وبيقولوا ان سيده الجبل رجعت من تاني، وده بعد ما فضلت تطارد شو الشيطاني. وبيقعدوا كده يفكروا يا ترى هو اتهزم ولا لا، ولكن المضحك في الموضوع ان شو بيكون واقف جنبهم وبيروح يقعد معاهم كمان وهما بيكونوا مش عارفينه، يعني معروف باسم شو شيو، ولا الضعيف ملوش اي لازمه. واول ما بيروح بيقدموا ليه الاحترام وبيقولوا: ليه مش معقوله يا شو، انت كل الجروح دي بتاعتك اتعالجت على طول كده؟ ووسط ما شو قاعد مع العيال دول بيقول واحد منهم لبقيه الناس وهو بيشوشهم كده: الولد ده اسمه شو والشرير اسمه شو برضه، يا ترى هل في علاقه بينهم ولا لا؟ فبيقول واحد ليهم كده: لو ده حقيقي ما كانش هيبقى بالضعف ده،
ولا مركز قوته هيبقى ضعيف لدرجه انه اتدمر. وبنشوف ان شو راح لسيده الجبل وبنكتشف انها الست اللي كانت بتتكلم مع شو الشيطاني واللي كانت بتساله هل هيبطل شر ولا لا. المهم بيروح ليها شو دلوقتي وبتقول له انت مش كنت مصاب من 10 ايام وهتقول لي انك جاي هنا علشان تطلب مساعدتي في الصقل. فبينحن ليها شو بيقول لها مظبوط يا سيدتي، ده سبب اني جيت هنا النهارده. فبتقول لي سيده الجبل انت مستوى صقلك منخفض جدا وبسبب حبك للقتالات دمرت مركز طاقتك برضه، انا مش هعرف اني اساعدك. فبيقول لها يا سيدتي انت مش عارفه انا ليه مستوى صقلي منخفض؟ انا كل ده بسبب اني ما عنديش موارد علشان اعلي من مستوايا، وكل الموارد تم اعطائها لاخواتي الصغيرين، ازاي هكون اقوى بالطريقه دي؟ فبتتعصب عليه سيده الجبل وبتقول له انت حقير ومش بتعرف تتعلم وفاشل ودلوقتي جاي ترمي اللوم عليا. فبيضحك شو بيقول لها هو فعلا سبب انك مش عايزه تديني موارد اعلي من مستوايا ان اسمي زي شو الشيطاني وخايفه اني اكون زيه، وانت دلوقتي بتصبي كل غضبك عليا. فبترجع تهدى كده الست من تاني وبتقول الكلام ده مش صحيح وامشي دلوقتي وانا هبقى ابعت لك دواء يعالجك وده هيخليك تستمر في الصقل. فبيقول لها لا انت ممكن تساعديني دلوقتي. فبترد عليه وبتقول له ازاي يعني؟ فبيقول لها شو انا سمعت انك معاكي العطر السماوي ولو قمنا بالتدريب سوا فمش هيتم شفائي وبس، لا كمان هيرتفع مستوى صقلي وموهبتي. فبتخاف منه كده البنت دي وبتقول له انت بتقول ايه؟ انت ازاي بتجرؤ على انك تقول حاجه زي كده؟ انت عايز تتعلم على ايدي وتدخل كمان قتال معايا؟ وبتتعصب منه جدا وبتستعد علشان تقاتل معاه. وبنشوف ان شو بيكون مسيطر على البنت ديت بشكل غريب جدا، وبنعرف انه في حياته السابقه كان استخدم عليها نوع من انواع الختم كده بيخليها تكون تحت سيطرته بشكل او باخر، وده اللي مخليها دلوقتي تحت سيطرته نسبيا. وبتقول لي انت مش خايف من اللي ممكن اعمله فيك او الناس ممكن تعمله بعد ما يعرفوا اللي انت عملته ده؟ فبيقول لها شو لا انا مش خايف، وانت لو قلتي لسيده قمه السيف السماوي ليو شيو بحقيقه انك فقدتي مستوى صقلك تفتكري هتعمل ايه؟ انت زمان قتلتي ابوها بضربه واحده، تفتكري هي مش هتحاول انها تنتقم منك؟ وبنشوف ان البنتيات بتتعصب اكتر واكتر والموضوع بيخرج عن السيطره، وبتعلن ان شو تلميذ خاين، وبيقول النظام لشو ان ده المتوقع من الشرير وعلشان كده اخد 1000 نقطه. وفي نفس الوقت ده بيكون شو عمل التدريب المزدوج مع السيده واللي بنعرف ان اسمها مينج داي، وبتبتدي جروح شو في التعافي وبتيجي اشعارات من النظام ان درجته السماويه وصلت 317 وسرعه الصقل زادت 20 ضعف وغيرها من القوى المختلفه اللي جات له. وبيعدي على الاحداث دي كام ساعه وبنشوف ان شو بيجيله اشعار من النظام انه بقى المستوى التاسع من بناء الاساس، وبنكتشف ان شو بسبب الختم اللي بيخليه بيتحكم في مينج برضه خلى مستوى صقلها يعتبر مش موجود وخلاها بشريه عاديه وهتموت زي البشر. مينج بتتحايل على شو قبل ما يمشي انه يفك الختم ده عنها ولكنه بيرفض وبيقول لها انا مش هعمل كده، ما تحاوليش انك تدوري على حد يفكه لان ما حدش هينجح في انه يعمل كده غير لو كان من مستوى امبراطور سماوي، وزي ما انت عارفه مفيش امبراطور سماوي موجود في العالم دلوقتي، فما تحاوليش انك تقتليني لان انا الوحيد اللي عارف ازاي افك الختم ده، وفي حاله اني مت فساعتها ما حدش هيفك الختم ده عنك وهتعجزي وهتموتي زي كل البشر، مش كده ولا ايه؟ ففكري بس تعملي اللي انا بقول لك عليه وانت عارفه ان كلامي حقيقي. وبيسيبها شو وبيمشي، وبتكون مينج متعصبه منه جدا وبتقول له انت تلميذ خاين على فكره ومش هتموت موتة عاديه، انا هنتقم منك وهخليك عبره لكل الناس. وبيمشي شو من المكان وبيقول مين كان متوقع اني اصحى هنا الصبح كده وابقى مطارد ومحتاج اني امشي بالليل؟ وبيقول انا دلوقتي في المستوى التاسع من بناء الاساس ولكني محتاج اوصل لمستوى اللون هاي ولكن مش هعرف دلوقتي. وبيضرب شو مثل وبيقول مرحله بناء الاساس عامله زي تجميع الخشب ملوش اي لازمه، ولكن اللون هاي هي انك تجمع الخشب ده وتحطه بطريقه معينه علشان يعمل حاجه مفيده زي الدلو مثلا. وبيقول شو ان كل لما بناء الاساس كانت مرحلته اقوى واحسن كل ما ده كان احسن ليا في مستقبلي، لان المرحله دي هي اساس كل حاجه، وعلشان كده انا ما كنتش مستقر قوي في حياتي السابقه لان انا ما كنتش كويس في مرحله بناء الاساس، ولكن المره دي كل حاجه هتتغير. وبيقول شو انا لازم اني اعلى من المستوى بتاعي، وبعدين في موارد صقل انا مخبيها في مكان معين في الوادي، ولكن هل يا ترى هم لسه موجودين هناك ولا حد لقاهم؟ ولو لسه موجودين ازاي اعرف اخرج من منطقه الجبل اللي انا فيها دي؟ وبيقعد يفكر كده وبيتمشى يشوف المدينه لحد ما بيلاقي مكان كده بيأجر قوارب، وفعلا بيأجر قارب وبيروح للمكان اللي فيه الموارد بتاعته واللي بيلاقيها في مكانها فعلا زي ما كانت، ولكن وسط ما هو مبسوط كده وده طبعا بما انه لقى حاجته بيجي صوت من بعيد وبيقول يا حقير اللي اسمك شو انا ما كنتش متخيل اني ممكن اقابلك تاني. وبيقول الشخص ده شو عديم الفائده الحقير انا ما كنتش متخيل اني اشوفك هنا بعد 10 ايام وده من اخر مره انا ضربتك فيها. وبنكتشف ان ده بيكون الشخص اللي ضرب شو قبل كده ودمر مركز الصقل بتاعه، اقصد هنا بشو صاحب الجسم الاصلي. وبيقول من الواضح ان سياده الجبل بتعاملك بطريقه حلوه جدا علشان تصلح ليك مركز الصقل بتاعك اللي كان متدمر، وبيكون مع الشخص ده مجموعه من الناس ومن الواضح انهم صحابه. وبيكون شو متعصب جدا وبيقول ازاي الحقير ده يجرؤ على انه يقف قدامي وده بعد ما طول عليا الطريق وخلاني ابتدي الصقل من اول وجديد. وبيقول شو انا مش مهتم بيك حاليا ولكن انا هاخد بانتقامي منك بعدين، خلينا نتقابل في الساحه بعد 10 ايام من دلوقتي ونتقاتل من تاني.
تاني. فبيقول الشخص ده ايه، انا سمعت غلط ولا ايه؟ ولكن اللي معاه بيقعدوا يضحكوا كده وبيقولوا لا لا انت سمعت صح. الولد ده بيقول انه عايز يخش معاه في القتال تاني بعد 10 ايام في الساحه. فبيتعصب الشخص ده وبيقول انت حقير قوي على فكره يا شو، انا عفوت عنك مره بالفعل قبل كده وده لما دمرت مستوى صقلك، لكن دلوقتي انت عايز تتحداني من تاني؟ ما تلومش غير نفسك. وبتشوف ان الخبر انتشر وان شو هيواجه الشاب ده من تاني، وبيكون الكل مستغرب ازاي شو بقى ليه مستوى صقل جديد مع ان مستوى الصقل بتاعه قد تم تدميره. وبيروح بعد كده شو لسيدة الجبل وبيستغلها وبيمتص جزء تاني من قوتها وبيحط فخاخ حوالين القصر، وده علشان لو حاولت تهرب هتموت منها بما انها بقت فانيه وكده يعني. وبيضحك عليها وبيرمي لها شويه تفاح وبيقول لها ابقي كلي ده بما انك فانيه دلوقتي وهتحسي بالجوع والعطش. وبنشوف بعد كده شو اللي بيكون معاه عنصر اسمه فاكهه التطور شينج شينج، واللي بتكون عنصر ممتاز لمرحله بناء الاساسات، واللي بعد ما الشخص بياكلها هتزيد دوره حياته بمقدار 1000 سنه. وبيكون عند شو خطه علشان يجمع بين قوته وقوه الفاكهه وقوه النظام كمان بحيث انه يبقى اقوى. وفجاه بياكل الفاكهه وبيجي اشعار من النظام ان مستوى صقل شو بيقل وبقى من المستوى الثامن وبعدين السابع، وبيفضل يقل لحد ما بقى انسان عادي. ولكن بيفضل شو يطور في نفسه وبيقول الناس بتجهل الموضوع ده وفاكرين ان اخر مرحله من المستوى بتاع بناء الاساسات هي المرحله التاسعه وبس، ولكن في مرحله مخفيه وهي المرحله العاشره واللي بتحتاج لقدرات وطريقه معينه لفتحها. وبيفضل يتمرن شو لمده اسبوع كامل وده من غير انقطاع لحد ما بيوصل للمستوى العاشر وده من بناء الاساس بعد ما كان رجع انه بقى انسان تاني عادي. فخد عندك بقى في المستوى المخفي وهو المستوى العاشر من بناء الاساس. المهم بقى قبل ما نكمل قصتنا لازم نفهم معاكم مستويات الصقل في القصه دي، واللي طبعا بعملها معاكم في كل قصه صعبه وبتاع، او يعني اغلب القصص اللي بيكون المستويات فيها غريبه شويه من اساميها بقى او من الترجمه عشان الترجمه بتكون صيني، فممكن احيانا مع الوقت اساميهم تتغير. ولكن في الوقت الحالي ده الاسم بتاعها هم بالترتيب التالي: مستوى بناء الاساس، وده مستوى بطلنا الحالي وهو اقل مستوى، واللي زي ما شفنا هو بيتكون من مستويات وكل الناس فاكره ان هو بيتكون من 9 بس، ولكن عرفنا من بطلنا ان في مستوى اخير وهو السر شويه وهو المستوى العاشر، وبعدين مستوى دوامه البحر، وبعدين مستوى جسر الحكام، وبعدين مستوى المتجاوز، وبعد كده مستوى القصر الطاوي، وبعد كده مستوى القدره السماويه، ويليها مستوى القديس الادنى، ثم القديس الاعلى، ثم القديس الملك، ثم شبه الامبراطور، ثم الامبراطور الاعظم. كل مستوى من دول يا معلم بقى بيتكونوا من 9 مستويات، وكل 3 مستويات مع بعض بيكونوا مرحله مع بعضيهم. يعني اول 3 هم ال3 الاوليه، وتاني 3 هم ال3 الوسطى، واخر 3 هم ال3 الاخر. وزي ما احنا عارفين شو بعد ما رجع للحياه بقى مستواه هو مستوى بناء الاساس، ولكن قبل ما يموت كان في مستوى القديس الادنى وما كانش عارف انه يزود عن كده، لان زي ما قال قبل كده هو ما كانش مهتم باول مرحله، وكان الناس اللي بتحاربه كلهم تقريبا في مستوى القديس الاعلى زي سيده الجبل في الوقت الحالي مثلا. المهم بقى بنكمل احداثنا وبنشوف ان بسبب تطور مستوى شو للمستوى العاشر من بناء الاساس بيحصل دوامه روحيه قويه جدا وبيكون لونها اسود وفيها برق من اللون الذهبي. وبنشوف ان فوق قمه تيان جيان بيكون في ست بتاخد بالها كده من الموضوع ده وبتقول هل يا ترى مينج الحقيره دي تتجاوز مستواها دلوقتي؟ وبنرجع تاني للشو اللي بيكون موقفش عند المستوى العاشر وبس، لا بيكون لسه مكمل ومفيش حاجه هماه لدرجه انه وصل لمستوى دوامه البحر. وبنشوف ان ده بيكون هدف شو في الوقت الحالي تحديدا، وده علشان يفتح نظام المكافآت في النظام. وبتكون اول مكافاه بتجيله هي الجسد البدائي المقدس، واول ما بيعرف شو ان دي الجايزه بيكون مش مصدق نفسه لانها جايزه كويسه جدا. وبيقول النظام جاري دمج الجسد البدائي المقدس مع الجسد المضيف، وفعلا بيندمجوا سوا، ولكن الجسد ده بيكون محتاج لموارد كتيره جدا علشان يتم صقله. وبيكون شو متضايق لانه خلص موارده كلها على انه يبقى في مستوى دوامه البحر ومعهوش موارد تانية علشان يثقل الجسم الجديد اللي جاله. وبنشوف فوائد الجسم الجديد انه جسم لا يقهر ولا مثيل له في مراحل الصقل البدائيه، ده حاجه كده من اقوى الحاجات اللي البشر عارفها، ولكن هيكون من الصعب صقله لانه دلوقتي محتاج موارد بقت نادره جدا، ولكن زمان الموارد دي كانت منتشره عادي، وعلشان كده الجسم ده في الوقت الحالي ملوش لازمه. وبيكون مش عارف ازاي شو هيعرف انه يقوم من نفسه بسبب الجسم الجديد ده، واللي هيخلي ان من الصعب عليه انه يثقل نفسه بسبب الموارد النادره اللي هو محتاجها. فبيقعد يفكر كده وبيقول هتعمل ايه يا واد يا شو، هتعمل ايه يا واد يا شو. فجاه كده بيضحك وبيقول انا هروح لسيده الجبل اكيد هتساعدني. وبيروح لها فعلا، واول ما بتشوفه كده بتتعصب كالعاده وبتقول له انت ايه اللي جابك هنا تاني يا تلميذ يا حقير، انت مش كفايه اللي انت عملته الى الان؟ وبنشوف ان بره القاعه دي بتاعه سيده الجبل بيكون موجود شخص اسمه تيان جين، وده يبقى اخوها، وبيقول لها خلص لي وقتك لوحدك، ممكن ادخل دلوقتي ولا لا؟ فبتقول له لا ما تدخلش، انا في الوقت الحالي بتضرر ومش عايزه اي حد يقاطعني. ولكن الحقيقه انها بتكون بتساعد شو بالرغم عنها. وفي الوقت ده بيقول لها اخوها انا معايا حبه علاجيه من المستوى السابع مصنوعه من فينج تيان واظن انها ممكن تساعدك في تدريبك. فبتقول له لا انا كل
اللي محتاجاه كام يوم بس من الراحه مش اكتر. فبيقول لها طيب، ولكن قبل ما بيمشي بيقول لها انت عارفه ان تلميذك شو تحدى التلميذ اللي ضربه قبل كده واللي بنعرف ان اسمه هو تشانج. فبيقول لها الاخ انا خايف ان تلميذك يخسر تاني، وخصوصا انه كسول وفاشل، وساعتها هيكون اسمك انت اللي في الارض. وبياخد اخيرا شو اللي هو عايزه من سيدة الجبل، وهي بعض مواد الصقل اللي محتاجها علشان جسمه الجديد. وبنشوف ان شو فعلا اخذ منها شويه مواد، وبتقول له لو انت فكيت القيود اللي انت عاملها عليا وعلى قوتي دي ممكن اني ادي لك موارد اكتر بكتير واللي هتخليك في حته تانيه خالص. ولكن هو بيرفض وبيقول لها لا، خليكي زي ما انت كده، انا الموارد اللي اخدتها الى الان دي هتكفيني. وبيمشي شو من القصر، وبنشوف سيده القصر وهي بتقول لنفسها هل اطلب مساعده السيده المقدسه؟ هي هتعرف تفك القيود اللي عليا دي. وبتقول لا، بس لو انا عملت كده فساعتها الحقير اللي اسمه شو ده هيعرف، ولو عرف انا مش هقدر ان ارجع قوتي وهبقى فانيه. وبتقول خليني كده مؤقتا. وبنشوف انها بتطلع قناع اسمه قناع الثعلب، وبتقول القناع ده انا خبيته من شو، ولكن هو مفيد جدا ليا لانه بيخفي الهاله بتاعتي، يعني محدش هيعرف ايه اللي حصل لي، وساعتها الاعداء مش هيفكروا انهم يقتلوني لحد ما اشوف حل للكارثه دي. وبتقول لنفسها القناع ده وقع من شو شيطاني لما احنا كنا بنحاربه اخر مره، يعني انا صعبان عليا قوي الراجل ده، فضل يقوي في نفسه وفي مستواه لفتره طويله جدا، وكان ممكن يبقى حاجه كبيره وكان هيوصل للخلود لولا انه اخذ الطريق الغلط. وبنشوف شو اللي بيكون لسه ما بعدش عن القصر، ولما سيده القصر كده بتلبس القناع هو بيعرف لانه مش بيحس بالهاله بتاعتها، وبيقول زي ما انا كنت متوقع منها بالظبط. وبعد كده بيطلع سيف اسمه سيف الدم الازوري الغامض، وبيقول السيف ده احسن من ما فيش، وقدامي 3 ايام بس على المبارزه ولازم اكون ضامن اني هكسبها باي شكل من الاشكال. وبيحط شو السيف قدامه وبيستخدم مهاره صقل السيف وبيبتدي يتدرب عليها، وبتبان هاله حمراء للقوه بتاعته، وبيجي اشعار من النظام وبيقول مبروك لقد وصلت لفهم هذه المهاره، وبيكون اسم المهاره نيه السيف. وبنشوف شو اللي حرفيا بيستخدم السيف مكنسه طايره وبيطير بسرعه مرعبه جدا لدرجه انه بيقطع بيه 2000 متر بسرعه شديده. وبنشوف انه بيفضل يتمرن على السيف ده لحد ما بيوصل لمهاره كده بتكون من 5 مهارات اسمهم نيه السيف. واول ما بتيجي الشو بيفرح جدا وبيقول كويس مش وحش خالص، هي مناسبه جدا ليا في الوقت الحالي. وبعد ما بيخلص شو تدريب بيقول انا هرجع دلوقتي للبيت وهحاول اني اخترق المهاره دي وهخليها اقوى. وبنشوف في مكان في اراضي تايسو المقدسه، وتحديدا فوق قمه تايسو، وبيكون في واحده ست هناك وبتقول شخص ما فهم مهاره نيه السيف، الموضوع مثير للاهتمام، يا مين يا ترى الشخص ده؟ وبنعرف ان شو عرف يرتفع بالسيف بسبب المهاره دي لحد ما وصل ل 9999 متر. والبنت بتبقى مش مصدقه اللي حصل، وبتقول في اخر 30000 سنه شخص واحد بس عرف يوصل للمستوى ده، وهو حاكم السيف من عالم الانصال اللانهائيه، وهو بس اللي قدر يوصل للارتفاع ده باستخدام سيفه. تقعد تفكر البنت دي كده وبتقول يا ترى هل في شخص تاني وصل لمستواه؟ هل احنا على وشك رؤيه شخص خارق يولد؟ وبيعدي على الاحداث دي 3 ايام، يعني ده اليوم المنتظر للمعركه بتاعت شو. وبننتقل تحديدا لساحه القتال، وبنشوف ان بيكون في ناس كتيره قوي مستنيين المعركه دي وواقفين مستنيين بدايتها تحديدا. وبنشوف واحد من التلاميذ واللي بيكون اسمه جيان لينج، واللي بيبقى واحد من التلاميذ المباشرين في قمه تيان جيان، واللي بيكون باين عليه انه مش طايق نفسه خالص وجاي غصب اصلا. وبيتكلم معاه واحد تاني وبيقول له انا عرفت انك وصلت لعالم قوه الحكام في تدريبك، وده لانك بتاخد تدريب خاص، هل الكلام ده حقيقي؟ فبيقول جيان ايوه صح، بس مالك متفاجئ كده ليه؟ الموضوع مش صعب يعني، هي مش حاجه مميزه على ما اظن. ووسط ما هما بيتكلموا بتيجي بنت كده اسمها شيو، واللي بتبقى هي كمان واحده من التلاميذ، وبيكونوا مش مصدقين انها جت. فبتقول شيو انا كان لازم اجي، وده علشان اتفرج على اللي هيحصل دلوقتي لان كل ده بسببي، وانا بتمنى بصراحه ان شو ما يموتش النهارده. وبنشوف ان جيان بيقول لها انت مالكيش دعوه، هو اللي ضعيف وهو اللي عايز يموت. وبيقعد شويه من الناس كده يحفلوا على شو وشايفين انه ضعيف وكده يعني، لحد ما بتيجي بنت وبيكون اسمها تاو ياو، وبتبقى ديت هي الاخت الخامسه من قمه يون شيا، وبتقول له هي متعصبه، هو ده اللي انتم اتعلمتوه هنا انكم تقعدوا تتنمروا على الضعفاء؟ لو دي الحقيقه فانتم فعلا مفيش منكم اي فايده. وبيكون في ناس مش مصدقه ان تاو بنفسها جت هنا علشان تتفرج على المعركه دي، ولكن وسط ما هي بتتكلم بيجي في الوقت ده شو، واول ما شو بيجي بتروح تاو تتكلم معاه وبتقول له طول ما انا هنا ما تقلقش ابدا، محدش هيعمل لك حاجه. فبيضحك شو بيقول لها ما تقلقيش عليا، انا هكسب وهكون بخير ومش هحتاج لمساعده حد. وبعد كده بيلف شو وشه وبيشوف شيو وبيقول لنفسه البنت ديت اللي بيحبها صاحب الجسم الاصلي، هو شكلها مش بطال بصراحه، لكن الصقل بتاعها مستواه متوسط مش احسن حاجه يعني. وفي الوقت ده شيو هي كمان بتاخد بالها كده من شو، وبتقول الولد ده في حاجه غريبه المره دي، كانه شخص مختلف تماما عن كل مره شفته فيها قبل كده. وفي الوقت ده بنشوف الولد اللي هيتحدى شو، واللي بيكون قاعد بيتكلم مع واحد من صحابه وبيقول له ما تقتل شو، محدش هيقول لك حاجه، وجه لي ضربه قاضيه واقضي عليه واعمل نفسك انك ما كانش قصدك يعني. المهم بيكون القتال هيبتدي، وبيقول الخصم لشو يلا بينا انا عايز اخلص القتال ده باسرع وقت ممكن. فبيقول شو من عينيا، ولكن الاول انا عايز اقول لك حاجه قبل ما نبتدي القتال ده. وبيبتدي يتكلم شو مع الحضور وبيقول له احنا مش هينفع نفوت فرصه زي دي من غير ما يبقى في حاجه مميزه، وخصوصا انكم شرفتونا وجيتم لحد هنا. وبيطلع حاجه كده
كده وبيقول انا معايا زجاجة حبوب السماء من الرتبة السابعة وهم تقريبا 6 حبات وكلهم جودتهم عالية، ليه ما نعملش عليهم رهان؟ وبيقول ساعتها النظام لشو انت هتلعب دور العبيط علشان تلم منهم موارد. حلوه الحركة الشريرة دي، اخدت 300 نقطة اختراق. وبيكون فرحان شو ان الحركة بتاعته دي نجحت وبيبتدي الكل يتكلم عنها، ولكن مش بيكونوا عارفين يبتدوا الرهان من كام، لحد ما بيقول شو لواحد من العواجيز انت اكتر واحد مننا عارف ايه انسب سعر الحاجة زي دي. فبيبتدي يفكر الشيخ وبيقول الموضوع بصراحة مثير للاهتمام، ولكن لو حصل مزاد مثلا على كل حبة من دول فالحبة الواحدة منهم هيبتدي المزاد عليها من مليون حجر روحي عالي الفئة، وانت بتقول انك معاك 6 حبات، يعني ممكن نقول 6 مليون. وبنعرف ان الشيخ ده يبقى شيخ قمة تيان شينج، وفعلا الناس بتبتدي تراهن على الحبات دي وكلهم بيراهنوا على خسارة شو، يعني لو شو هو اللي كسب هياخد كل حاجة. ومن كتر ما الحاجات دي نادرة جدا فحتى اللي ما كانش معاه 6 مليون حجر بيجمع هو وناس الفلوس وبيعملوا مراهنة سوا وهيتقاسموا الحبات لما هيكسبوا الرهان ده. المهم بيجمع شو الفلوس كلها وبيخليها جنب الشيخ القمة كده، وبيقول كده محدش هيستجرأ انه يلعب فيهم او يسرقهم. وفي الوقت ده بيروح رايح شو علشان يقاتل خصمه واللي بيكون متعصب جدا وبيقول انت ضيعت وقت كتير قوي، انت شايفني حقير وبتضيع لي وقتي على رهان انت خسرانه اصلا. وبتبتدي المعركة بينهم بشكل رسمي، وبيقول خصم شو لنفسه انا في المستوى التاسع دلوقتي وده من عالم بحر الوعي، وقتال حد حقير زي شو مش محتاج حد فوق المستوى الرابع اصلا، وهيكون من السهل عليا اني اخلص عليه. وبيجهز نفسه كده علشان يروح يضرب شو، وبيبتدي يظهر حوالين جسمه برق بنفسجي وبيتحرك بسرعة مرعبة جدا لدرجة انه بيكون غير مرئي للعين، وبيروح بيهاجم على شو، ولكن شو بيكون واقف على وضعه وبيتفادى الضربة بكل سهولة، وده من غير ما يبين انه خايف ولا حتى متوتر. فبيضحك خصم شو وبيقول انت واضح انك واثق من نفسك جدا، هتبقى خصم قوي شوية. وبيقول طب وريني هتتفادى دي ازاي، وبيعمل سيف كده من البرق البنفسجي وبيقوم رميه على شو، ولكنه برضه بيعرف انه يتفاداه، ولكن السيف ده لما بيجي في الارض بيفجرها حرفيا من قوته التدميرية الشديدة. تخيلوا بقى ده لو كان اصاب شو كان ممكن يعمل فيه ايه. وبيكون الكل قلقان على شو لحسن يموت في المعركة دي او يحصل له حاجة، لكن شو بيكون هادي جدا ولا كأن حاجة بتحصل، وعمال كمان بيستفز في الخصم بتاعه وبيقول انا صعب للدرجة دي، انت مش عارف تقتلني ولا ايه. وبيقعد كل مرة يصعب في القتال، وبيكون خصمه كل هدفه انه يقتله، وبيطلع الخصم سيف كده وبيدعمه بقوة البرق وبيبقى عايز انه يضرب بيه شو. وبيقول شو حلو ده وقتي انا بقى، وبيقوم مطلع السيف بتاعه وبيقول يلا خلينا نجرب سلاح الجديد. وبيكون في الوقت ده شو تم حصاره في حاجة كده زي السجن من الطاقة، وده بواسطة مهارة من مهارات خصمه، ولكن بيعرف يشق السجن ده حرفيا نصين وده بسبب السيف بتاعه، ولكنه بيدي خصمه ظهره كده. فساعتها بيضحك وبيقول انت عرفت تهرب، ولكن دي كانت اخر حاجة هتعملها في حياتك. وبيروح علشان يضرب شو ويطعنه في ظهره، ولكنه ما بيكونش متوقع الموضوع ده وبيصد الضربة دي كمان. ومش كده وبس، لا شو كمان بيستغل الفرصة وبيصيب خصمه بإصابة بالغة، وبنشوف سيفه وهو واقع في الارض، وبيكون محدش مصدق اللي حصل ده، ومش مصدقين تحديدا ان شو عرف يكسب تشانج. وبنكتشف ان شو قتل تشانج بشكل كامل، والكل بيكون في صدمة لحد ما بيطلع الشيخ بنفسه وبيقول ان المعركة دي انتهت بالفعل بفوز شو، وانه قتل الخصم بتاعه ويستحق الفوز ده. والكل ساعتها بيقعد يصيح بسبب انهم خسروا الاحجار بتاعتهم في الرهان على خسارة شو. وبنشوف ان فجأة بيقع شو على الارض وبيطلع دم من بقه، ولكن هو بيمسك بسيفه وبيعمل نفسه انه بيريح جسمه شوية، ولكن تو بتاخد بالها وبتطلع تجري على شو بتقول له انت كويس؟ فبيقول لها لا بس ساعديني خليني امشي من هنا بدون ما تبيني اني حصل لي حاجة واني بكامل قوتي علشان ما حدش يحاول انه يقرب مني وانا معايا كل الكنوز دي. وفعلا ده اللي بيحصل، ولكن وسط ما هو ماشي بياخد جيان باله من اللي حصل ده وبيهمس لشو بيقول له انا هخليك تندم على كل اللي انت عملته ده. وفي الوقت ده بيجي واحد تاني واللي بيكون اسمه شين وبرضه بيكون من التلاميذ، وبيقول جيان لشين جه دورك. وبيروح شين لشو وبيقول له هل انت هتجرؤ على انك تتحداني في قتال دلوقتي حالا؟ ولكن تو بتتعصب ساعتها وبتقول له انت مش شايف انه مصاب؟ خلي الموضوع ده بعدين. فبيقول لها جيان لو تم تحدي شو في اي وقت هو لازم ياخد التحدي ده، الموضوع مش في ايده، طالما تم تحديه يبقى لازم يدخل القتال، وده غير انه اخد موارد كتير جدا في قتال واحد وده مضايق ناس كتير وبيقولوا عليه انه محظوظ، فهو لازم يثبت عكس كده. وعلشان كده هنعمل رهان تاني، ولو كسب شو فساعتها هنتقبل ان هو فعلا مستواه اتحسن، وساعتها الموارد بتاعته هتبقى اكتر وهيبقى هو الكسبان ومحدش هيقدر انه يكلمه. وبيقول شو انا فهمت دلوقتي اللي حصل، الواد ده متغاظ مني جدا. فبيقول شو والله انا ما عنديش مشكله، بس انا مصاب وتعبان وانا كمان في المستوى الرابع من عالم بحر الوعي، والخصم هيكون في المستوى الاول من عالم الجسر السماوي، فكل الرهانات هتزيد بنسبه 30% عن الماتش اللي فات، فايه رايك؟ ده الشرط اللي عندي وده علشان اوافق على القتال ده. وساعتها بيجي اشعار لشو من النظام وبيقول ايه الحلاوه دي، انت مش خسيس بس انت كمان جشع، علشان كده انت هتاخد 200 نقطه اختراق كمان. وبيقول تيان انا موافق، وزي ما انا توقعت انت جشع حقير وما عندكش قوه وده اللي هيخلي اخرتك هتبقى قريبه. وبتقول تشون نفسها انت زي ما انت يا شو ما اتغيرتش، مش عارف امتى توقف قتال. وفعلا بيبتدوا الناس انهم يحطوا الرهانات بتاعتهم وبيحطوا ارقام عاليه جدا علشان يعوضوا اللي هم خسروه، وبيقولوا المعركه دي اكيد محسومه، ده مصاب وغير كده كمان ده اللي هيقابله هيكون من مستوى عالم الجسر السماوي، فاستحاله يكسبوا باي طريقه من الطرق. وفعلا الكل بيحط الرهانات بتاعته، وبيعلن الشيخ
بداية المعركة اللي هتكون معركة حياة او موت زي اللي قبليها بالظبط. وبتبقى تاو خايفة جدا وبتقول لنفسها هل هيعرف شو انه يعملها او هيموت هنا. فيبص لها كده شو بيقول لها ما تقلقيش عليا. وبيقول تشين لشو قبل بداية المعركة انا اسف انا ما كنتش عايز اني اقتلك ولكن مفيش حل تاني. فبيستغرب شو وبيقول امال انت جاي هنا ليه؟ فبيقول انا جاي هنا علشان اختي تعبانة جدا بمرض نادر وعلشان تتعالج فانا محتاج كنز معين واللي يبقى مع لينك اللي قال لي اني هاخده لو فزت في المعركة دي ضدك وهقدر ساعتها اني اعالج اختي زي ما انا عايز. فبيقول شو اما قصة بصحيح ما تقلقش انا اهتم باختك. وبيروح مطلع سيفه وبيعمل نسخة كده من نفسه وبيباغت شن وبيقتله وبيروح حتفه وبيكون في جدار طاقة بين الجمهور وبين الحلبة علشان محدش يفسد القتال. فلما بيتحدف تشين بيلزق على الجدار ده وبيقول شو في غرور انت ما تعرفش ان كل الاشرار بيموتوا او بيخسروا المعارك بتاعتهم لانهم بيتكلموا كتير وده اللي انت عملته وانا بكره اللي بيتكلموا كتير وده كان سبب خسارتك يا حقير. وبيكون محدش مصدق اللي حصل ده وان شو كسب بكل سهولة وده بالطريقة دي. وبيقولوا ده كده وهو في المستوى الرابع من بحر الوعي امال لما يبقى اقوى هيعمل ايه؟ ده فاز على اللي اقوى منه بمراحل بكل سهولة ولكن في حاجة حصلت. وبيكون الكل حزين لانهم ضيعوا فلوس كتيرة جدا على الرهانات دي. المهم بيقعد شو يغز فيهم كده وبيلم في الفلوس والحاجات اللي كسبها من الرهانات دي وبيقول انا المكان عندي ما بقاش مكفي في مكان معاكي يا تاو؟ فبتقول له ايوه وبتقعد تساعد في لم الفلوس. وطبعا الكل بيكون يعني حرفيا متضايق منه وبسبب انه عمال بيغز فيهم فالنظام بيديله 200 نقطة اختراق كمان وبيستعد شو للرحيل. ولكن تاو بتقول له خلي بالك انت كده ضايقت جيان وده شخص بالسهل ابدا وبيحب انه يلعب بديله كتير والموضوع مش هيعدي بسهولة خلي بالك من نفسك بعد كده. وبنشوف ان شو روح وبيقعد كده يعد في الحاجات اللي كسبها وبيقول انا كسبت 1,600,000 حجر روحي هل يا ترى هياخد منهم كام نقطة اختراق؟ ولكن بيقعد يمسك شو الموارد اللي معاه وبيحولهم لحاجة اسمها نقاط الاختراق. ولكن الموارد دي اللي بتبقى مستواها ضعيف يعني فجأة بتبتدي انها تطلع نقاط اختراق اقل من العادي. فبيستغرب شو وبيسأل النظام هو في حاجة غلط؟ فبيقول له لا ولكن انت كل لما بتبقى اقوى الموارد اللي من المستوى القليل مش هتديلك نفس نقاط الاختراق زي الاول فلازم تلاقي موارد احسن وكده. وكمان مش هتعرف انك تحول الاحجار الروحية دي لنقاط اختراق على طول وما تسألنيش ليه. فبيقعد يفكر شو كده هيعمل ايه وبيفكر انه هيشتري عناصر جودتها عالية وهيحولها لنقاط اختراق وساعتها المشكلة هتتحل. ولكن وسط ما هو بيفكر كده هيعمل ايه بيحس ان قناع الثعلب بيشتغل وبيقول يا ترى سيدة الجبل بتتكلم مع مين لانها طالما شغلته يبقى اكيد في حد بيكلمها دلوقتي وهي عايزة تخفي الهالة بتاعتها عنه. وبنشوف ان سيدة الجبل واقفة مع الست اللي حست بشو وده اثناء ما كان بيفعل نية السيف وبتتكلم مع سيدة الجبل عن الموضوع ده ولكنها بتبقى مش مصدقة وبتقول انا تلميذي شو من مستوى قليل استحالة يعمل حاجة زي دي. فبتقول الست ليها يا مينج انا شفت الموضوع ده بعيني امبارح متأكدة من اللي انا بقول. وبتقول الست لمينج طيب مفيش حاجة غريبة حسيتيها في شو اخر فترة؟ فبتقول لها لا. وبيقعدوا كده يتكلموا وبيشكوا ان في روح جديدة استحوذت على جسم شو ولكن ده نسبيا مش معقول لانه ساعتها ما كانش هيعرف انه يقوي نفسه بالطريقة دي بسرعة. ولكن الست بتقول لمينج قبل ما تمشي خلي بالك من تلميذك وخليه اقوى لان من الواضح انه هيكون عندنا شخص قوي جدا ممكن يحمينا كلنا في المستقبل. فبعد كده بيروح شو لسيدة الجبل مينج من تاني علشان ياخد جزء من قوتها زي كل مرة ولكنها بتقول له انت خبيت الموضوع عليا ليه وده انك عرفت تفتح قوة نية السيف. فبيقول لها شو انت عرفت منين؟ فبتقول له انا عرفت من السيدة المقدسة وهي واحدة من اقوى الناس في العالم ده في الوقت الحالي وهي شافتك وانت بتحرر القوة دي. وبيقعدوا كده يتكلموا عن الموضوع ده ومينج بتحذر شو من الطريق اللي هو ماشي فيه. المهم يا سيدي بعد ما راح شو وسرق شوية من قوة سيادة القصر نشوف قمة جبل جو باو وتحديدا في برج جاو باو. بيكون رايح شو هناك علشان يبيع الحاجات اللي هو كسبها من الرهان اللي كان الناس رهنته عليه وده لو فاكرين. وقابل بنت هناك اسمها شيا واللي بتقول يا نهار ابيض شو بنفسه اللي كسب معارك الحياة والموت جاي لهنا لا وكمان علشان يبيع الحاجة بتاعته مش معقولة. وبيدخل شو مع شيا للمحل بتاعها وبيقعدوا يشوفوا الحاجات اللي ممكن يشتريها من عندها وبيختار حاجة معينة وهي عبارة عن شوية اعشاب وبتبقى مستغربة شيا هو عايز كمية الاعشاب دي ليه وفي ايه ولكنها بتقول له حاضر انا هجيب لك اللي انت عايزه. وبتروح شيا تجيب الحاجة ولكن وسط ما شو واقف كده بيكون في شظية من البرونز موجودة ولكنها بتكون مميزة وبيطلع منها شعور غريب بيحس بيه شو. فلما بترجع شيا وبيقول لها هي حتة البرونز دي بكام؟ فبتقول لي انها مجرد خردة ملهاش سعر خدها فوق البيع عادي جدا يعني. فبيديها شو شوية فلوس زيادة وبيقول لها خدي انا ما بحبش اكون واكل على حد فلوسه. وبيكون شو لسه هيمشي من المكان ولكن شيا بتقول له ممكن تستنى شوية انا محتاجة مساعدتك في شوية امور. فبيستغرب شو من الموضوع وبيقعد وبيقول لها انا مستني اهو قولي عايزة ايه. فبتقول له شيا انت تعرف حاجة عن برج تايسو؟ فبيقول شو طبعا اعرفه وهو يبقى سلاح شريان الحياة الخاص بالامبراطور تايسو وبيبقى قادر على الهجوم والدفاع وبيعمل اي حاجة انت ممكن تتخيلها حرفيا واتحط على قمة تايسو لما مات الامبراطور وهو دلوقتي يعتبر حامي طائفة اراضي تايسو وافضل مكان للتدريب لينا. وبيكون البرج ده باختصار الواحد ممكن يتسلقه والعقبات اللي بيقابلها اثناء ما هو بيمر في الادوار بتاعته بتختبر قوته وادراكه وثباته وموهبته. وكل لما تعرف تتسلق ادوار اكتر كل لما كانت الحاجات اللي انت هتاخدها من البرج اكبر وهكذا بقى. فبترد عليه شيا وبتقول له ايوه هو ده فعلا. انت تعرف بقى ان احد العوالم السرية الثلاثة لارض تايسو هتتفتح في خلال شهر؟ فبيقول شو
انا كنت مشغول اخر فتره بالصقر وما كنتش مركز قوي مع الاخبار بتاعه العالم من حواليا، ولكني سمعت فعلا عن العالم السري اللي اسمه هوانج يو وانه مكان كويس لصيد الكنوز. فبتقول شياو فعلا، ولكن انت علشان تدخل العالم السري ده محتاج انك تدخل الاول البرج وتشارك فيه علشان تعرف تدخل العالم السري، وبيسموا المراحل بتاعه البرج دي بالمحاكمات. فبتقول شياو ان اول محاكمه هيكون فيها 300 من مرحله بحر الوعي و1700 واحد من مرحله جسر الحكام، ودول بس اللي هيكون ليهم الحق في دخول للعالم السري. فاللي مش فاهم المفروض ان ناس كتير هتدخل البرج، ولكن اللي ليهم الحق انهم يدخلوا العالم السري هم 2000 شخص بس. فبتقول شياو انت لازم تبقى واحد منهم علشان تساعدني في المهمه اللي انا عايزاها دي، فايه رايك بقى؟ وبنشوف بعد كده في غرفه شو اثناء ما كان بيثقل نفسه والنظام بيبتدي يجيب اشعارات وبيقول لقد اخترق المضيف الطبقه الرابعه من عالم بحر الوعي، اشعار لقد اخترق المضيف الطبقه الخامسه، اشعار لقد اخترق المضيف الطبقه السادسه، اشعار لقد اخترق المضيف الطبقه التاسعه من عالم بحر الوعي. وبيحاول شو انه يخترق المرحله العاشره كمان من العالم ده، ولكنه بيفشل، وده بسبب انه محتاج ادوات مش موجوده معاه دلوقتي، والادوات دي هي حليب الدواء الشافي وزهره بوتي وفاكهه حش الطفل، والثلاث حاجات دول يعتبروا انهم كنوز نادره جدا ومن الصعب الحصول عليهم. وبيفكر شوف الموضوع وبيقول الحاجات دي نادره جدا، فان انا الاقيها بواسطه حظي شيء مستحيل، ولو حتى لقيت حد بيبيعهم هيكون السعر غالي جدا. فبيفكر شوف الموضوع كده وبيقول حلو قوي، انا هروح برج تايسو، اظن ممكن الاقي اللي انا عايزه هناك. وبيعدي 3 ايام وبنشوف برج تايسو وبيكون في ناس كتير جدا هناك، ومن ضمنهم 2 يعتبروا هم شيوخ البرج وهم اسمهم هوانج وست كده اسمها فايان. المهم وسط ما هم واقفين كده بيستقبلوا الناس اللي جايه للبرج، يجي شو واللي بيكون سريع جدا وبيستغربوا من سرعته وقوته، فبيقولوا من الواضح ان الولد ده هيكون مميز. واللي مش فاهم بقى هم شافوا سرعه شو ازاي، هم كل الناس اللي جايه في قوارب بتطير في الهواء يعني، ودي بتطير بواسطه القوه بتاعت الشخص. فكان القارب بتاع شو هو اسرع قارب وسط بقيه القوارب اللي موجوده. وبنشوف ان في واحد بيكلم شو كده وبيكون اسمه يي فان، وبيسال شو عن سبب وجوده هنا وهل يا ترى هو ايه مستوى قوته وكده، وبيحاول انه يفتح معاه كلام. فبيفكر شو اول ما بيشوف يي فان وبيقول من الواضح انه يعتبر شخصيه رئيسيه وحظه مرعب جدا، هيعقل ان يي يبقى بطل القصه. فبيقول شو لي انا مبسوط جدا اني شفتك هنا، وبيقول يي انا كمان مبسوط اني عرفتك، وده من ساعه حوار الاحجار الروحيه والرهان عليك. فبيضحك شو كده وبيقول له يا راجل ده ولا حاجه. فبيقول لي لنفسه شكل شو ده راجل طيب، انا لازم اني اصاحبه. وشو برضه بيقول على يي انه راجل طيب ولازم يكونوا اصحاب، ولكن بيقول كده لسبب معين، وهو ان حظ يي كبير جدا، فهو عايز انه يعمل معاه زي ما عمل مع سيدة الجبل كده ويمتص حظه كله ويبقى خاص بيه. المهم بيقعدوا يتكلموا شويه سوا، وبعدين بيجي دور شو علشان يدخل البرج الاول وبيكون هيدخل قبليه. فبيودع يي وبيقول له اشوفك قريب لما اخلص. وبيدخل شو البرج وبيبقى في الطابق الاول، وبيقابل اول ما بيدخل مجموعه من الذئاب السوداء، وبيطلع سيفه وبيقول مجموعه من الكلاب الضاله اللي عايزه تتربى من اول وجديد. وبيكون حجم الذئب من دول كبير جدا وشكلهم مرعب، ولكن شو مش بيهتم ابدا وبيقوم مخلص عليهم كلهم بدون ادنى مشكله. وبيفضل يكمل شو في البرج لحد ما بيوصل للطابق رقم 67، وبيكون فيه هناك تحدي ولكنه بيعرف انه يخلصه بسهوله. وبيوصل للطابق ال 68 وبيكون فيه هناك 4 من المحاربين، والمفروض ان دولت اقوى المحاربين في عالم بحر الوعي، وبيكمل ولا بيهمه خالص ده بعد ما بيخلص عليهم يعني. وبيفضل شو يخلص دور ورا التاني لحد ما بيوصل للدور رقم 98، وبيكون هناك في ست اسمها تايسو، ودي المفروض الامبراطوره، وبيحاول انه يقيس شو قوتها ولكنه بيفشل، ولكن المفروض انها برضه في المستوى التاسع من عالم بحر الوعي زيه. فبيكون شو متحمس للقتال ده، وبيكون مش عارف في الاول هل هي الامبراطوره الحقيقيه ولا مجرد نسخه منها. فبيهاجم عليها ولكنها بتصده بكل سهوله. فبيضحك شو بيقول انت الحقيقه القتال ده شكله هيكون ممتع قوي. وبتبقى المعركه عنيفه بين شو والامبراطوره، وبيكون من الصعب على شو التغلب عليها، ومهما حاول ضربها كانت دايما بتعرف انها تصد ضرباته. وبيجي دور الامبراطوره علشان تضرب شو، وفعلا بتصيبه وبتخترق جسمه بالكامل بواسطه ايديها، وبيبتدي شو ينزف ولكنه بيستغل الفرصه دي وبيقوم ماسكها من رقبتها وبيروح قاتلها تماما. وكده بيكون خلص الدور ال 98 وبيطلع للدور ال 99. واول ما بيطلع كده بيكون في حاجه غريبه جدا، انه مش بيكون متذكر مين اللي كان بيواجهه في الدور ال 98، ولكنه بيقول مش مهم كده كده ده مش وقته. ولما بيوصل شو للدور ال 99 بيلاقي نفسه قدام حاجه كده زي 4 احجار صخريه، وكل حجر منهم عليه نقش مختلف، واحد عليه درع والتاني عليه سيف والتالت عليه سيف بس بشكل مختلف يعني، والرابع كان عليه قبضه يد. وبيكون شو واقف كده محتار ومش عارف يختار ايه في الاربعه دول، وبيروح شو وبيختار واحده من بتوع السيوف، وبيجي له اشعار كده من النظام وبيقول له لازم عليك انك تتعلم فن السيف في خلال نصف يوم فقط، وكل لما زادت مهارتك زادت نقاطك وبالتالي زادت كفاءه تعلمك وهكذا. وبيبتدي يجهز شو نفسه وبيتعلم تقنيات السيف، وبيطلب من النظام انه يستهلك نقاط الاختراق علشان يتعلم تقنيات السيف، وفعلا ده اللي بيبتدي يحصل. وبيوصل شو لمستوى السياده في 35 مهاره من مهارات السيف، وبعديها فتره كده بيوصل ل 100 مهاره، وبعدين بيوصل ل 1000 تقنيه. وبيقعد يفكر شو ازاي يبقى اقوى، وخصوصا مع الجسم اللي معاه ده واللي كان اخده في الحلقه اللي فاتت لو فاكرين يعني، ولكن الجسم ده بيكون قوي جدا، وده في مهارات الفنون القتاليه اليدويه مش المهارات اللي تعتمد على السيوف. فبيقعد يفكر شو في الموضوع لحد ما بيقول بس انا لقيتها، انا هستخدم السيف التقيل هيسمح لي اني استغل مهاراتي بالكامل. وبنشوف فعلا انه بيعمل سيف لنفسه بيكون
مختلف عن السيوف اللي استخدمها قبل كده، وده بسبب حجمه الكبير وانه تقيل جدا. وبيستخدمه شو بيستخدم مهارة اسمها نهاية كل شيء، الاسلوب الاول ابادة الجميع. وبيضحك شو كده بالشر وبيقول انا كده وصلت لمستوى عالي جدا من القوة، وده بسبب الضربة دي لانها بتستغل كل قوة الجسد البدائي القديم اللي معايا ده، وكمان نية سيف قتل السماء، وبتوجه ضربة بقوة مدمرة حرفيا. وبيكون بيحاول شو انه يتعلم مهارة كمان بالسيف، ولكن النظام بيقول له بلاش دلوقتي علشان جسمك مش هيستوعب كل ده. وبنشوف الساحة اللي قدام البرج بيكون هناك واقفة شياو ومعاها ابن اخوها واللي اسمه تشي، واللي بيقول لها تفتكر شو هيعرف يوصل للطابق 80 ويجيب الحاجة المطلوبة علشان ننقذ امك؟ فبتبتدي تقلق شياو كده، فبيضحك تشي وبيقول لها شو جوه بقاله اكتر من 10 ايام، ممكن يكون مات اصلا، وخصوصا ان في ناس كتيرة من اللي بيدخلوا مش بيرجعوا كل سنة. وبتكون الشياو قلقانة جدا، بتقول لا يا عم شو هيرجع، انا واثقة فيه. وفي الوقت ده بيتم ترك الطبول وبيخرج شو بيكون من ضمن احسن 10 دخلوا البرج ووصلوا لمستويات عالية. وفي الوقت ده لما بيخرج شو بيضحك وبيقول اسف يا رجالة خليتكم تستنوني كتير. وبنشوف ان الكل بيكون بيحتفل بشو والكل فرحان بيه. وبنشوف بعد كده وهو واقف قدام سيدة الجبل والعاهلة المقدسة، وبتكون العاهلة فرحانة بشو جدا وبتقول له انت تخطيت الحدود اللي تم وضعها في البرج. فبيقول لها شو طب حلو انا عايز جايزة بقى. بتتعصب سيدة الجبل وبتقول له انت بتهزر، انت فاكر نفسك مين، الزم حدودك. فبتقول العاهلة المقدسة انت عايز ايه؟ فبيقول لها انا عايز حاجة من الثلاثة دول، وبيقعد يقول لها على الحاجات اللي هو محتاجها علشان يوصل للمرحلة الجديدة. وبيكمل كلامه وبيقول لها مش مشكلة حتى انا عايز واحدة منهم بس يعني مش اكتر. فبترد عليه العاهلة المقدسة وبتقول له انا كان نفسي ادي لك الحاجة اللي انت عايزها دي، ولكن للاسف انا الخزنة بتاعتي ما فيهاش الحاجات دي كلها، مع ان عندي كنوز سماوية وارضية كتيرة اكتر مما تتخيل، ولكن انا اقدر بس اني ابعت حد يشوف ليك الحاجات اللي انت عايزها دي ويجيب لك واحد منهم، ولكن الفكرة اني ما اقدرش اضمن ليك الحاجات دي هتجيلك امتى. وفي الوقت ده بيكون شو بيفكر في حاجة تانية، وهي انه عايز يستخدم الخاتم اللي استخدمه على سيدة الجبل علشان ياخد قوتها، فيستخدمه برضه على العاهلة المقدسة. وفعلا بيحاول يستخدمه وبينجح في استخدامه، ولكن كده عدد المرات اللي المفروض يستخدم فيها الخاتم خلص. بس هو ممكن يشحنه بطريقة ما ولكنها صعبة شوية. وبيجي اشعار من النظام ان شو شرير جدا علشان عرف انه يستخدم الخاتم على سيدة الجبل وكمان العاهلة المقدسة في نفس الوقت، وعلشان هو شرير كده فالنظام بيديله مكافأة وهي المبلد المتوسط للدليل الكيميائي، وده بيكون نوع من انواع الفنون السرية من الدرجة السماوية. وبيكون متقسم المجلد ده لاجزاء، واول جزء بيكون فيه فنون كتيرة كلها بتتكلم عن اتقان استخدام السموم، وده في المعارك الخاصة. ومن كتر ما السموم دي بتبقى قوية بتبقى قادرة على قتل الخالدين، ودي قوة جزء واحد بس من الثلاث اجزاء بتوع الكتاب. وعشان ياخد شو القوة الكاملة للكتاب ده هيحتاج انه يبحث عن الثلاث اجزاء التانيين، وهو معاه منهم جزء واحد يعني محتاج الجزئين التانيين، فلازم انه يبحث عنهم. ولكن لو عرف يجيبهم فساعتها هيكون معاه قوة جبارة. وبعد كده بنشوف العائلة المقدسة بتقول لشو خد ده على ما اجيب لك اللي انت عايزه، وبتديله كنز كده بيعلي من حيوية الشخص. فبياخده شو منها وبتقول له اتمنى انك تستخدمه صح. وبيمشي شو وبتمشي وراه سيدة الجبل، وبيكون من الواضح انها اخذت بالها من اللي عمله شو، وبتروح وراه والاتنين بيركبوا مع بعض سفينة طائرة كده علشان يرجعوا تاني للبيت. وبنشوف ان شو بيبتدي يبتز سيدة الجبل تاني وبيقول لها انت عايزة ترجعك وتصقلك مني صح، فلازم تسمعي كلامي للاخر. وبياخد منها القناع اللي بيبقى شبه وش الثعلب ده، وبيقول لها العنصر ده حلو قوي ونادر جدا وقوي كمان، وده علشان بيقدر يخفي قوتك عن اقوى الناس في العالم زي العاهلة المقدسة. وبعد كده بيقعد شو يرخم على سيدة الجبل شوية وبياخد جزء من قوتها كالعادة، وبعد كده بيمشي. وبنشوف تاني يوم ان شو بيدي لشياو العناصر اللي كانت محتاجاها، وده علشان امها. وبيجي ليه ساعتها رسالة عن معلومات عن فاكهة وحش الطفل وانها موجودة في عالم هوانج ياو السري. وبيقول شو من الواضح ان مفيش حل تاني، لازم اني اتمرن كويس علشان اروح للعالم ده واجيب الحاجة اللي انا عايزها. وفي الوقت ده بيكون بيمشي شو وبيقابل اتنين بيكونوا ماسكين حاجة كده اسمها قائمة الحيل السماوية، ودي حاجة كده زي جريدة ولكنها بتكون سحرية وبتجمع اهم الاحداث اللي حصلت في القارة اللي هم فيها يعني على مر الزمن. ولكن فجأة تم ازالة الاحداث اللي كان شو الشيطاني جزء منها، وبيقولوا طبعا ما بقى قديم قوي يعني وما بقاش ليه لازمة. فبيضحك شو بيقول لنفسه هم ما يعرفوش ان سيدهم وملكهم واقف جنبهم دلوقتي وهيخليهم يندموا على الكلام اللي هم قالوه ده. وكمان وسط ما هم بيقروا كده بيكون في قائمة باعلى البنات قوة في القارة، وبيكون من ضمنهم الست اللي في المركز الرابع دي، فبيقول انها اتغيرت جدا واللي بقى في المركز الرابع دلوقتي واحدة جديدة اسمها ليو هونجي. وبياخد منهم شو الجريدة دي وبيقعد يقرا عن ليو وبيعرف انها فعلا بقت اقوى. وفي الوقت ده بيشوف ان في خبر ان ليو مطلوبة لانها خانت طائفة سيف الغبار الاحمر والمكافأة بتاعتها 1,000,000 حجر يوان. وبيكمل الخبر وبيقول سبب الخيانة انها هجمت على شيخ القبيلة، وده كان انتقاما للشيطان شو واللي تم حصاره وقتله. وهنا طبعا يقصدوا شر شيطاني، ومن الواضح ان الست ديت كان شو يعرفها في حياته السابقة. وفي اخر الخبر بيكون في تحذير لكل الناس من الست دي لانها غدارة وماكرة جدا وقوتها كبيرة كمان، وهيكون من الصعب التعامل معاها. وبنشوف فلاش باك من زمان من ساعة حياة شو لما كان لسه معروف باسم شر شيطاني، وبنشوف ان اول مرة عرف فيها ليو كان ساعة موت اهلها وقعدوا اتكلموا سوا، وليو عرفت ان اهل شو هم كمان مات، فقالت لشو ايه رايك من دلوقتي نبقى احنا اصدقاء ونعوض بعض عن اللي حصل. ومن ساعتها وهم اصحاب. وبنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف ان شو بيتكلم مع حد كده بواسطة مهارة تواصل، وبيكون تحديدا بيتكلم البنت اللي اسمها تاو، وبيقول لها ممكن تيجي للمكان اللي انا فيه في الوقت الحالي
لي ده علشان عايز مساعدتك في حاجه، وهي البحث عن شخص ما. ففعلا بتروح ليه تاو وبتقول له خير، انت عايز تبحث عن مين؟ فبيقعدوا كده يتكلموا مع بعض، وبيعرف شو من تاو شويه معلومات زي ان من قبل 3 ايام ظهرت ليو في مدينه اسمها تشانجان، وده في القاره الشرقيه. وبيقول شو الموضوع ممكن يكون صعب شويه علشان اوصل هناك يعني. وبنشوف في الوقت ده ان فعلا المدينه بتكون فيها هلاك ودمار، وحرفيا بتبقى عباره عن كتله من النار المشتعله. وبنشوف ليو وبتكون هي السبب في كل ده، وبتكون واقفه قدام راجل عجوز وبتكون بتحاربه وخلاص قربت انها تموته. فبيقول لها العجوز ده انت فرحانه باللي انت عاملاه؟ انت دلوقتي بقيتي عامله زي شو الشيطاني، عايزه البشر كلهم يبقوا اعدائك؟ انا حتى لو مت العائله هتفضل تجري وراكي وهتقتلك في الاخر، وهتكون نهايتك زي نهايه شو الشيطاني اللعين. وبنشوف ان ليو بتزهق منه كده فبتقتله. وبعد كده بيكون في حاجه زي ظل بيتكلم مع ليو من ظهرها، وبيقول لها ها انت هتعملي ايه بعد ما قتلت الحقير ده؟ فبتقول له انا لسه عايزه ادمر العالم كله، العالم كله كان عدو لي، اذا فالعالم كله عدو ليا، انا لازم اني اخد حقي وحقه من العالم ده، انا مش هخلي حد عايش. ومن الواضح انها كانت بتحب شو الشيطاني جدا يعني. وبنشوف بعد كده شو هو بيستعد علشان يروح للمكان اللي ليو موجوده فيه على حسب المعلومات اللي هو اخدها من تاو. وبنشوف وسط ما هو بيتمرن كده بتيجي ليه ست اسمها تاي سوزي، واللي بيلقبها شو بالشيخه، وبتقعد تتكلم معاه وبتقول له انا كنت بمر من هنا بالصدفه، ولكن شفتك بتتمرن بشده، هو انت ناوي تروح الاراضي الشيطانيه القاحله ولا ايه؟ فبيقول لها شو مظبوط، انا ناوي اني اروح هناك فعلا، وزي ما انت عارفه انا علشان اروح هناك فمحتاج ان قوتي تبقى كبيره جدا بحيث اني اكون قد التحدي اللي هناك. فبتبتدي تاي سوزي تخاف عليه شويه، ومن الواضح ان شو كان واحد من تلاميذها في وقت ما من الاوقات. المهم بيقعد يتكلم شو مع تاي سوزي وبيقول لها انا عندي سؤال مهم جدا عايز اساله ليكي، واظن انك الوحيده اللي هتقدري انك تجاوبي عليه. فبتقول له تاي قول اللي انت عايز تقوله. فبيقول لها هو ليه لما كان في حرب بين الشياطين والبشر قبل كده قبل تقريبا 100,000 سنه الشياطين ما خلصوش على البشر بشكل كامل، او العكس صحيح، مع ان العرقين كانوا قادرين على انهم يخلصوا على بعض، ولكن ده ما حصلش، ودي حاجه من الحاجات اللي بحاول ان افهمها لحد دلوقتي. وبيقول شو لنفسه فعلا ده سؤال محيرني من ساعه لما جيت هنا للقاره الشرقيه، ومن الكويس اني قابلت تاي سوزي دلوقتي علشان هي غالبا هتقدر تجاوبني على السؤال ده. فبتقول تاي الموضوع ببساطه لان الامبراطور العظيم الخاص بكل عرق بيكون عنده زي نوع من انواع التواصل بينه وبين الامبراطور العظيم بتاع الناحيه الثانيه، وده سبب ان مفيش حد منهم بيخلص على الثاني، حتى لو كان جه مثلا الامبراطور بتاع البشر قبل الشياطين وكان قادر على هزيمه الشياطين قبل ما يجي الزعيم بتاعهم، بس مش هيعمل كده. وغالبا هم مش بيعملوا كده لانهم بيكونوا معاهم معرفه النجوم وقاره تيام بالكامل، والمعرفه دي بياخدوها بمجرد ما بيبقوا في مناصب الامبراطور العظيم. وبتقول طيب ما حدش عارف دلوقتي في امبراطور للبشر ولا لا، ولكن اللي انا عارفاه ومتاكده منه كمان ان في 17 امبراطور ظهروا من ساعه اول امبراطور ظهر زمان لحد دلوقتي. وبيقعدوا يتكلموا شويه وبتقول كمل تدريبك وبعد كده نكمل كلام بعد ما ترجع من اراضي الشيطانيه. وفي الوقت ده بيرجع تاني الشو للمكان بتاع سيده الجبل، وهناك بيكون في مين بقى يا ترى؟ بيكون في تشي، واللي بيكون بيطلب من سيده الجبل حاجه اسمها الرمال الفضيه، ودي المطلوبه لعلاج ام شياو، ولكن السيده بتقول انها مش معاها في الوقت الحالي. فبيدخل هنا شو بيقول انا لسه ما وصلتش الرمال الفضيه لشياو، ولكن لو انت عايزها فانت مش غريب يعني ممكن اديها لك. فبيقول تشي يا ريت تديهاني وانا هديك اي سعر انت عايزه. فبيقول شو انا عايز 1,000,000 عمله. فبيوافق تشي وبيقول انا لو اخدت دلوقتي الرمال دي هبقى انا الوحيد اللي معاه الرمال دي، وساعتها شياو مش هتعرف انها تنقذ امها. المهم شو بيقول له انا معايا اكتر من قطعه، ايه رايك تاخدهم كلهم؟ فبيقول تشي يا ريت معاك كام قطعه يعني؟ فبيقول شو مش معايا كتير قوي، معايا شويه صغيرين. وبيروح مطلع كده حرفيا مئات الحبات منها، واللي بيكون بيسخر منه وبيقول له هتشتريها كلها يا ما تشتريش خالص، وبيقعد يستفز في تشي. فبيمشي تشي وهو متعصب كده، ولما بيمشي سيده الجبل بتقول له شو انت ليه عملت كده؟ فبيقول لها وليه ما عملش كده؟ وبيروح بعد كده وبيمتص شو جزء من قوه سيده الجبل تاني استعدادا لرحله الاراضي الشيطانيه. وبعد ما بيخلص شو امتصاص قوه سيده الجبل بيمشي، واول ما بيمشي بتلاحظ السيده حاجه غريبه، وان شو عمل حاجه غلط، وبتقول مش معقوله ده نسي يختمني بعد ما خلص امتصاص قوتي، انا رجعت من تاني، انا دلوقتي هقدر اني اثقل قوتي وابقى اقوى. وفعلا بتقعد تثقل في قوتها، ولكن الوقت مش كبير لانها وسط ما هي بتثقل كده نفسها بترجع تتختم تاني، وبتستغرب وبتقول ازاي. فبيبعت شو ليها رساله في دماغها وهو بيضحك كده وبيقول لها انت فاكره اننا حتى لو بعيد عن بعض انا مش هعرف اختمك؟ وبعد كده بتحس السيده بشعور غريب جدا في بطنها، وبتبقى مش عارفه ايه اللي بيحصل بالظبط. المهم بعد كده بنشوف بوابه عالم الوحش السري المدمر، وبيكون شو هناك وبتقول للعائله المقدسه كالعاده البوابه دي هتتفتح بعد 30 يوم من دلوقتي، وهيكون هدفكم طول ال 30 يوم دول وانتم جواها تحديدا انكم تجمعوا اكبر قدر من النقاط، وخلي بالكم اللي مش هيخرج في الوقت المحدد هو هيفضل جوه للابد. وبتقول احسن 10 فيكم من حيث عدد النقاط هياخدوا جوائز قيمه. فبيقول شو لنفسه بطلي رغي بقى، انا مش مهتم بالجوائز بتاعتك، انا عايز ادخل وخلاص، كل اللي انا محتاجه شويه فاكهه وهمشي. وبنشوف في الوقت ده ان وسط ما شو واقف كده بيكون يه هو كمان داخل العالم ده، وبيقول شو لنفسه انا هروح العالم ده مع يه اللي المفروض يكون بطل القصه، وانا المفروض اني شرير القصه دي، فالموضوع ممكن ما ينتهيش على خير. واللي مش فاهم الجزئيه دي يا جماعه فشو شايف ان يه هيبقى بطل القصه بتاعتنا، وانه المفروض الشخص القوي الطيب اللي مفيش منه اتنين اللي هيجي وينقذ العالم كله من شر شو، وده في اخر الحكايه يعني، وهيتم هزم شو على ايدي زي ما بيحصل في كل القصص من النوعيه دي. فشو بيحاول انه يتجنب حاجه زي كده من بدري، وبيقول يل شو ما تيجي كده ندخل بقى ونبقى نكمل كلام جوه. فبيوافق شو ويبتدوا يتحركوا، ولكن وسط ما هم في الطريق بيكون في صوت
صوت كده في دماغ يو، وبنعرف ان في حد بيتكلم معاها عن طريق التخاطر الروحي، وبتطلب منه انه يقتل شو اثناء ما هم جوه ومحدش شايفهم، ولكن يخلي الموتة دي على اساس انه مات مثلا من وحش او وقع عليه صخرة او حاجة زي كده. وبعد كده بنكتشف مين اللي كان بيتكلم معاه، واللي تبقى ليو تشو، ودي تبقى سيدة قمة السيف السماوي. وفي الوقت ده بنشوف قارب من القوارب الطايرة وبيكون ماشي في الغابة برضه، وبيكون في اتنين وهم شياو يي من قمة يون شيا، وهو التلميذ التاني هناك، يعني تاني اقوى تلميذ، وكان معاه جيان لينج، وده يبقى التلميذ الحقيقي لقمة تيان جيان. وبنشوف انهم برضه عايزين يخلصوا من شو، وبنرجع من تاني لشو واللي بيكون خلاص هيدخل البوابة، ولكن في الوقت ده بتيجي شياو ومعاها تاو، وبيكونوا جايين علشان يودعوا شو قبل ما يدخل المكان ده، لان المفروض انه هيقعد بتاع شهر جوه. فبيقول شو ليهم انتم جايين ليه؟ في حاجة مهمة ولا ايه؟ ولا انتوا مجرد توديع وهتمشوا يعني؟ فبتقول تاو انا جيت هنا علشان انت كنت طلبت مني من فترة اني ابحث ليك عن سيف تقيل معين، وانا فعلا لقيته في الايام اللي فاتت. واللي مش فاكرين فشو كان ابتدى يستخدم السيوف التقيلة علشان يحسن بيها قوته. المهم تاو بتدي شو السيف اللي هو عايزه يعني، وبنعرف ان اسمه شفرة التنين العاهل، واللي بيكون معمول من العمود الفقري لاحد الوحوش القديمة، وهو التنين الازرق السماوي. وبيجرب شو السيف كده وبيكون كويس، وبيشكر تاو وبتقول له خلي بالك من نفسك علشان العالم جوه مرعب جدا ومليان بالوحوش اللي بتبقى مستنيه الوقت ده بفارغ الصبر علشان تقتل الناس اللي هتخش لجوه. وبعد كده بيروح شو علشان يتكلم مع شياو، وبيشوفها هي جايه هي كمان ليه، فبتقول له انا جايه هنا علشان اديلك شويه مواد انت ممكن تكون محتاجها في رحلتك جوه. وبيشكرها شو على الكلام ده، وبتقول له انا مستنياك بعد ما تخلص المكان ده وتيجي البيت علشان امي عايزه تشكرك بنفسها. وبنشوف في الوقت ده ان خلاص شو المفروض يدخل البوابه، فبيودع شياو وتاو وبيستعد للدخول. المهم بقى الناس بتخش العالم ده، وبيكون حجمه ضخم وكبير جدا ومليان غابات في كل مكان. وبيقول واحد من الناس اللي جوه انا سمعت ان قطر العالم ده اكتر من 10 مليون ميل. وبنشوف شو واللي بيكون بيحاول يلاقي لانهم في مكان بعيد عن بعض، وبيحاول يعمل كده علشان يستغل انه يبقى مع البطل وياخد جوائز احسن. وفجاه وسط ما اشوف الغابه كده بيجي مجموعه من الناس بيكونوا تبع الاثنين اللي عايزين يقتلوا شو، وبيطلعوا يجروا وراه، ولكن شو بيتراجع كده وبيقول انا مش هينفع اني اواجه كل دولت لوحدي، انا محتاج ان اهرب. وبياخد سفينه كده وبيطير بيها بعيد. وبعد كده بنشوف اعماق الاراضي الشيطانيه القاحله بيكون هناك في فاكهه شيطانيه روحيه، ولكنها بتبقى لسه صغيره فبيتقال عليها رضيعه يعني. وبيكون واقف قدامها مخلوق اسطوري بيكون اسمه التعبان الشيطاني العملاق المدمر، ده من مستوى الامبراطور الوحشي. وبيكون شو واقف قدامه وبيكون هدفه انه يقتله، وده علشان ياخد الفاكهه دي. وبيهجم التعبان الاول على شو وبيكون عايز يقتله، ولكن شو بيتفادى الضربه وبيعزز السيف الكبير اللي معاه بالطاقه، وبيروح ضارب التعبان ده على رقبته وبيقطعها تماما. ولما شو بيخلص عليه بياخد 70,000 نقطه اختراق في مقابل ده. وبعد ال 70,000 نقطه دول بيكون وصل شو لاكتر من نص مليون نقطه اختراق. وبيجي الوقت علشان شو اخيرا يختار مهاره جديده، وفعلا بيختار مهاره وبيطورها وبيطور نفسه علشان يروح ياخد الفاكهه الشيطانيه، وده كان هدفه من الاول في الاساس. وبيبتدي يتقدم شو في ناحيه الفاكهه، ولكن لما بيقرب منها بيقول من الواضح من لونها انها لسه ما بقتش ناضجه بما فيه الكفايه. وبيقعد يفكر شوف الموضوع ده، والنظام بيقول له يلا حظك وحش بقى، مش هينفع تاخدها المره دي، حظ اوفر المره اللي جايه. فبيقول شو لا اكيد في طريقه تانية، وبيروح يجمع شويه حاجات كده. ولكن في نفس الوقت ده بيقابل مجموعه من الناس وبيقولوا ليه انت شو صح ممكن نبقى في فريق سوا. فبيقول لهم شو انتم كمان هنا علشان تقتلوني ولا ايه؟ فبيقولوا ليه لا احنا مش عايزين نقتلك ولا حاجه يا عم، احنا عايزين نكون معاك فريق كده ونمشي مع بعض ونساعد بعض، ايه رايك؟ وبيقول قائد المجموعه دي لنفسه اللي معاه عن طريق التخاطر اللي بيكون اسمه تشين يعني خبوا نيه القتل بتاعتكم، هو لو حس بحاجه غلط هيكون الموضوع مساله ثواني قبل ما يقتلنا كلنا، احنا لازم نبقى اشرار ونخلص عليه. فاللي معاه بيقولوا ليه احنا فاهمين الكلام ده كويس وهنعمل اللي في وسعنا. المهم شو بيقول لهم لا انا مش عايز اعمل فريق معاك، في ناس بتجري ورايا دلوقتي وعايزه تقتلني. فبيقولوا ليه احنا مش بنخاف من اي حد، احنا هنا هنبقى معاك وهنساعدك، قول لنا بس مين الناس اللي بتجري وراك دي. فبيقول لهم انا مش عارف، هو انا طلبت بطايقهم يعني. وبنشوف انهم نسبيا بيعرفوا يخدعوا شو، وبيقولوا ليه احنا هنساعد بعض ومع بعض محدش هيقدر انه يوقفنا ولا هيعملوا لينا حاجه. وفعلا شو بيقعد معاهم وبيقعدوا كده ياكلوا مع بعض ويشربوا وبيخربوها. وبعد ما بيخربوها بيقول لهم شو انتم من الدرجه دي عايزين تقتلوني يا حقراء، انا هخليكم دلوقتي تندموا. وبتقول البنت اللي معاهم انت اكتشفت ازاي اننا عايزين نقتلك، احنا افتكرنا ان احنا خدعناك. وبيقول واحد منهم هو ده وقت الكلام مع الحقير، احنا دلوقتي لازم نقتله. وبيروح مطلع كده مطرقه كبيره وبيحاول يضرب بيها شو وبيعززها بقوه البرق، وبيحاول انه يضرب شو بيها، ولكن شوف اخر لحظه بيتفادى الضربه ومكان الضربه الارض بتتكسر. ووسط ما شو بيقتلهم بيقول لهم على فكره بقى المشروب اللي انا شربته ليكم ده كنت قايل لكم ان انا جايبه من عند المعلمه بتاعتي، هو للاسف سم مش عصير. فبيقولوا لي انت حقير للدرجه دي، انت حقير لدرجه انك تحط سم في العصير. فبيقول لهم ده ما كانش عصير اصلا كمان، ده كان سم خالص، ولكن انتم اللي اغبياء. وبيقول لهم قدامكم فرصه اخيره علشان تفضلوا عايشين، وده لو عملتم اللي انا عايزه. فبيقولوا لي اطلب يا عم بس وخلينا عايشين. فبيروح حادف ليهم كده شو ازازه بيكون فيها 10 اقراص، وده ترياق للسم بس لمده 3 ايام بس، وبيديهم ورقه كده وبيقول لهم نفذوا المهمه اللي هنا، ولو خلصت في ال3 ايام دول فساعتها هشيل السم من جسمكم للابد. فبيقولوا لي طب احنا ايش ضمننا انك هتوفي بكلامك ده؟ فبيقول لهم بشرفي هوفي بكلامي، وانت عارفين وعد الشرف عندنا ازاي. فبيقولوا لي خلاص يا عم مش لازم تبرر، احنا بس نتمنى انك
تكون بتتكلم بجد. وبيستدعي شو القارب الطائر وبيمشي وبيقول لهم اتمنى اسمع اخبار حلوه منكم قريب. وبنشوف بعد كده جيان لينج وبيكون قدامه الناس اللي شو سممهم وبيقولوا لجيان انهم قابلوا شو، ولكن حصل حاجه غريبه كده شويه وكانوا بيكذبوا عليه ومش بيقولوا ليه الحقيقه. وبيقول لهم جيان طيب انتم ليه اتصلتم بيا؟ فبيقولوا ليه احنا كنا بنتابع شو هو هرب مننا، ولكن احنا وسط ما كنا بنجري وراه وقع منه حاجه كده. وبيدوا جيان الورقه وده اللي شدها لهم في الاول مع اقراص الدواء اللي هو الترياق بتاع السم. وبيكون كاتب شوف الورقه دي المكان اللي فيه الفاكهه الشيطانيه. فبيقول جيان انا مش مصدق انهم لقوا الفاكهه دي، ولكن بيستغرب وبيقول لهم انتم ليه ما رحتوش تاخدوا الفاكهه طيب وخبيتوا عليا؟ كنتم هتكسبوا منها كتير جدا، لكن ما اظنش يعني ان انتم نواياكم حلوه قوي كده. قولوا لي عايزين ايه؟ فبيقولوا لي احنا جينا علشان لو كنا رحنا احنا بنفسنا فكنا ساعتها هنموت بسهوله شديده، لان المكان هناك اكيد مليان بالشياطين، فرجعنا ليك علشان تروح معانا وانت تاخد الفاكهه بتاعتك واحنا ناخد فلوس زياده مش اكتر. فبيقول لهم جيان انا موافق، يلا بينا بسرعه قبل ما يروح شو ياخدها، وخصوصا ان الورقه دي كانت معاه، يعني هو اكيد عارف المكان، حتى لو وقعت منه مش هتبقى مشكله، يعني هيعرف يروح ليها وهيجيب الفاكهه. وبيبتدوا يتحركوا، ولكن في الوقت ده بيكون تفكير جيان خبيث جدا، لانه من الواضح انه عايز يخلص من الناس اللي معاه وانه مش عايز يزود لهم الفلوس ولا حاجه، ولكن بيستغلهم لحد ما المهمه تخلص. وبنشوف ان شو بيكون واقف بعيد عن الشجره اللي طالع منها الفاكهه دي، وبيكون بقيه الناس اللي مع جيان وصلوا لهناك وبيكونوا واخدين حذرهم جدا ومستنيين الوحوش تطلع عليهم. وبيقول الناس مع بعضهم كده ان الفاكهه دي قويه جدا، ممكن لو استخدمناها في الصقل نوصل لحد مرحله عالم سمو الحكام، ولو بعناها هنبقى من اغنى اغنياء العالم. وبيقول لجيان ما حدش يقرب منها، انا شفت رسومات الفاكهه دي ودي لونها مش مظبوط خالص، دي كده لسه ما نضجتش، يعني لو حد قرب منها او كلها القوه الشريره هتتحكم فيه وهتقتله تماما. وبنشوف ان في الوقت ده بيرمي شو عليهم فخ كده بيخليهم ينقلبوا على بعض وبيقعدوا يقتلوا في بعضيهم، وكل لما الناس تموت كل لما الفاكهه دي بتكبر اكتر واكتر، وبيكون ده المطلوب. ودي خطه شو اصلا من الاول، ولكن بيفضل في ناس لسه عايشه من المذبحه دي، منهم الناس اللي كانوا مع شو وسممهم وخلاهم يجيبوا بقيه الناس لهنا اصلا. وبتكون الفاكهه ما نضجتش بشكل كامل بسبب ان عدد الناس اللي كان هناك كان اقل من المطلوب. فبيقول شو انا هتصرف، وبيمشوا بيقابل الناس اللي كانوا معاه وبيقولوا ليه احنا عايزين العلاج. فبيقول لهم ثانيه انتم ما طلعتوش مع بقيه الناس فوق ليه؟ انا كنت فاكركم فوق عند الفاكهه. فبيقولوا ليه لا احنا ما رحناش هناك، احنا قلنا ممكن يحصل حاجه شريره تقتلنا ففضلنا هنا. فبيقول شو لنفسه مش معقوله، الناس دي مرعبه وشريره، دول ضحوا باصحابهم وباخواتهم الكبار وبكل حاجه في سبيل انهم يفضلوا عايشين، ده حتى انا ما كنتش هعمل حاجه في الشر ده. ولكن وسط ما هم واقفين كده فجاه الارض بتبتدي تتهز من تحتيهم وبيحس شو بطاقه شيطانيه. فبيقول لهم هو انتم اللي جايبين الشياطين دي هنا؟ فبيقولوا ليه لا احنا ما لناش علاقه بالموضوع. وفجاه بتهجم عليهم عشيره من الشياطين وبيقول شو مش مشكله، وبيقوم مطلع السيف الكبير بتاعه وبيطلع وبيقتل كام واحد منهم كده، وبيحط السيف بتاعه على رقبه واحد من الشياطين وبيقول له انت اللي طلعت فجاه انت وعشيرتك من العدم وعايزين مني اعترف. فبيرد الشيطان على شو كده وبيقول له انا مش هقول لك حاجه. فبيقول شو لو ما اتكلمتش دلوقتي انا مش هقتلك وبس، لا ده انا هفضل اعذب فيك ببطء شديد لحد ما تموت. فبيخاف الشيطان وبيقول احنا تلقينا اوامر من شيطان في منصب اعلى مننا علشان نقتلك، وبيكون الشيطان ده من عالم تاني اسمه عالم التعالي. فبيقول شو لنفسه من الواضح ان الموضوع ابتدى يكبر اكتر مما انا كنت متوقع. المهم شو بعد ما بيستجوب الشيطان ده بيقتلوا بيكون الشياطين مش مصدقين وبيقولوا ده قتل اقوى واحد فينا بكل سهوله، امال هيعمل احنا فينا ايه؟ ففي الوقت ده شو بيقول لبقيه الناس المسمومين اللي معاه اتصرفوا انتم بقى معاهم انا همشي. فبيقولوا ليه طيب وتريق السم؟ بيقول لهم حاضر انا قلت لكم اني هوفي بكلام، وبيديهم عبوه وبيقول لهم اتصرفوا انتم بقى انا ماشي من هنا. وبيقوم طاير شو وبتستغل الشياطين الفرصه دي وبيقولوا اقوى واحد فيهم مشي حلو قوي، الباقي مسمومين وضعفاء اصلا من الاساس فاحنا نخلص عليهم بسهوله. وبعد كده بنروح ناحيتيه وبنشوفه هو رايح لمكان معين كده وبيكون عباره عن كهف، وبيكون الكهف ده مدفون فيه كنز الامبراطور نصف الشيطاني، ولكن بيكون شو بيتتبع وبيقول بصوت واطي شكرا ليك على اللي انت عملته ليا لحد دلوقتي، خليك انت هنا بقى زي العبيط على بال ما اخش انا جوه واستكشف المكان. وبيقوم طالع يجري شو قدام بسرعه البرق لدرجه ان مش بيشوفه بعينه ولكنه بيحس ان في حاجه غلط بتحصل من حواليه. وبيدخل شو الكهف وبيبتدي يجمع في بعض الموارد اللي هتفيده وهيكون سعرها كويس، وبيكون في موارد كتيره جدا فبياخدها شو كلها تقريبا، ولكن بيلاقي حاجتين بيكونوا لوحدهم كده في مكان معين وبيقول اكيد دول الاغلى في الكهف ده، ولكن بيكون فيهم كده تعبان كبير نايم، وبيكون التعبان ده من مستوى ذروه العالم الاخر. وبيكون شو مش مصدق ابدا ان في وحش بالمستوى المرعب ده قاعد هنا، وبيحاول شو انه ياخد الكنوز من غير ما يصحيه، وبيقول اكيد في حاجه في الارض دي هي اللي هتصحيه فلازم اني اكون ماشي بحذر. وفعلا بيبتدي يتحرك شو بحذر جدا في المكان وبيكون خلاص هياخد الكنز، ولكن في الوقت ده بيدخل ليه وبيدوس على فخ من الفخاخ وبيصحى التعبان وبيتعصب شو وبيقول له انت متخلف يا ابني انت. فبيبتدي التعبان يستعد للهجوم وبيقول شو لنفسه انا مش هعرف اني اقاتل وحش في المستوى ده، انا هاخد الكنوز واطلع اجري من المكان بسرعه. فعلا بيمسك الكنوز وبيستعد انه يطلع يجري وبيكون مش عارف يعمل ايه وبيقول اعمل ايه في المصيبه دي. وبنرجع في الوقت ده للعالم العادي وبيكون في مجموعه من المعلمات الهدف منهم انهم يشوفوا اللي بيحصل في العالم التاني اللي يشوف فيه بقيه الطلاب، وبيكتشفوا ان في اكتر من 775 طالب ماتوا سوا وفي حاجه غلط بتحصل جوه وفي رموز شيطانيه كتير اتفعلت في نفس الوقت. فبيكون من ضمن المعلمات دي سيده الجبل، فبتقول للمعلم بتاعهم واللي قال لهم على موضوع الطلاب اللي ماتوا دول طيب شو مات ولا لا؟ فبيقول لها لا ما تقلقيش هو لسه عايش. وبتقول سيده الجبل اكيد حدث شيء مرعب جوه لان ما حصلش حاجه زي دي من سنين، وكان كل مره في طلاب بيموتوا ولكن مش بالاعداد الكبيره دي. فبتقول واحده منهم
منهم انا هشوف اللي بيحصل جوه بواسطه مهاره عين الوهم. وبنشوف ان في عالم الشياطين اللي يشوف فيه دلوقتي بيظهر اعين سحريه في كل مكان وبتراقب اللي بيحصل، وبيشوف الشياطين اللي بيقابلوا الناس اللي كانوا معشوا العيون دي وبيقولوا هو ايه اللي بيحصل هنا؟ هل البشر داخلين علينا علشان يقتلونا؟ لكن واحد منهم بيقول مش مهم، حتى لو دخلوا هنقتلهم. وبنشوف بعد كده ان في عيون تانية ظهرت عند قلعه الشياطين، وبيكون هناك ملك الشياطين واللي بيشوفها وبيقول دي ممكن تكون من عالم الشياطين الاقوى مننا، ولكن ما اظنش لانهم مش مهتمين بينا قوي ومش عايزين يقتلونا دلوقتي، ولكن ممكن تبقى من تبع البشر، ولو هي فعلا تبع البشر فيا ريت يجوا هنا واحنا هنوجب معاهم احلى واجب، هنقتل اي بشري هنشوفه في وشنا وهنروح نحتل العالم بتاعهم بكل سهوله. واللي هيساعدنا على ده القطعه الاثريه اللي معايا دي، وبيكون معاه كده نصف قطعه اثريه وبتبقى شبه القطعه الاثريه اللي مع شو واللي جابها من الكهف. وبيكمل ملك الشياطين كلامه بيقول ان دي نص القطعه الاثريه، ولكن انا لو كملتها كلها فساعتها هكون قادر على غزو عالم البشر ومحدش هيقدر انه يقف قصادي. وبنرجع تاني لعالم البشر وبيكونوا بيشوفوا اللي بيحصل ومش مصدقين ان الشياطين صارت عليهم ومش مصدقين اي حاجه من اللي بتحصل خالص، وبيقولوا ازاي ملك الشياطين هناك اصلا المفروض ما يكونش ليه وجود في العالم ده ويكون في عالم تاني، هو ايه اللي جابه هناك دلوقتي؟ ففي الوقت ده بتروح سيدة الجبل وبتقول للسيده المقدسه طيب احنا هنطلع العيال من جوه ازاي دلوقتي؟ دول هيموتوا وخصوصا شو. فبتستغرب السيده المقدسه وبتقول لها انت ليه خايفه على شو كده؟ ده اولا يعني، وبعدين هو طالب زي بقيه الطلاب. فبتقول لها سيده الجبل مش قلقانه عليه ولا حاجه، ولكن هو تلميذي وانا بخاف عليه لانه مميز وهيكون مستقبل القبيله كلها. فبتقول السيده المقدسه ما تقلقيش، في خلال يومين البوابات هتكون مفتوحه واللي عايز يخرج هيعرف يخرج. وبنرجع تاني لعالم الشياطين وبيكون في بنت اسمها داو وبتكون بتهرب من الشياطين، وبيكون شو شايفها من بعيد كده وبيقول شو من الواضح انها هتموت، ومن الواضح ان الناس اللي بره في عالم البشر مش هيعرفوا يعملوا ليها حاجه، والحسن حظها اني محتاجها في المستقبل وده علشان الخطط بتاعتي، فانا هنقذها دلوقتي وخلاص. وفعلا بيروح شو ليها وبيطلع سيفه كده وبيقول لها انا هتصرف مع الكائنات دي، وبعدين انتم كنتم واقفين بطريقه غلط اصلا، سيبوني انا هتصرف. وبيروح يحارب شو الشياطين وبيخلص عليهم واحد ورا التاني بسيفه الكبير بكل سهوله وبيقطعهم حرفيا للنصين. وبنشوف بعد كده ان شو انقذها وبيكون على ظهر داو في بنت تانية كده واللي هي تبقى اختها وبتبقى مصابه، فداو بتكون بتحاول انها تنقذها، فبيطلع شو كده فطر نادر وبيقول لها كل ده انت واختك، الفطر ده هيكون كويس ليكم وهيخليكم احسن علشان انتم مصابين اصابات بالغه. ففي الاول بتبقى مش موافقه وبتقول له بس ده غالي جدا، فبيقول لها كلي بس وما تقلقيش اسمعي اللي انا بقول لك عليه. وبنعرف ان اسم اختها الصغيره رو. فشو بيقول لهم كلوا الفاكهه دي وروحوا عند بوابات الانتقال وهي هتفتح قريب وانا هبقى احصلكم بعدين لان لسه في حاجه انا عايز اعملها. وبيقول شو لنفسه انا محتاج ان اجيب النص التاني بتاع القطعه الاثريه اللي معايا دي، ولكن انا هروح الاول احصد فاكهه الشيطان واعلي من المستوى بتاعي علشان لو حصل اي حاجه غير محسوبه هنا اعرف اني احل المشكله دي. وفي الوقت ده بيكون الكل بره بيتفرج على شو وبيقولوا عليه قلبه كبير جدا وحنين، لكن هم ما يعرفوش اللي فيها. المهم بيروح شو على مكان فاكهه الشيطان وهناك بيلاقي ناس عايزه تاخدها وبيحاولوا يوقعوا شو علشان ياخدها هو الاول، وبعدين هم يقتلوه ياخدوها منه لان هي حواليها طاقه شيطانيه كبيره وهم خايفين انها تاثر عليهم او تقتلهم. فبيقولوا ليه ايه رايك انت تاخد الفاكهه دي واحنا هنساعدك والفلوس تتقسم علينا كلنا؟ فبيرفض شو طبعا وبيقولوا ليه طيب انت ما خليتش قدامنا حل تاني، وبيطلعوا كده الاسلحه بتاعتهم وبيبتدوا يهاجموا في شو، ولكنه بيتفادى الضربات بكل سهوله وبيقتل واحد فيهم وبيقطعه نصين وبيروح على التاني وبيطعنه في بطنه وبيخلص عليه هو كمان. وبكده الفاكهه بتكون ناضجه بشكل كامل وبيستعد شو علشان يروح ياخد الفاكهه واخيرا وده بعد عناء طويل. وبنشوف شو اخيرا بعد ما اخد الفاكهه الشيطانيه اللي كان بيبحث عنها بعد عناء، ولكن المره دي بتكون استوت بشكل كامل وبقى لونها احمر، وبنعرف هي ليه بيتقال عليها باسم الفاكهه الشيطانيه الرضيعه لان حرفيا الفاكهه لما شو اخدها كانت على شكل طفل صغير. المهم شو بيقول النظام انا عايز اكمل في تقويه جسمي واوصل للمستوى العاشر من عالم البحر، ولكن النظام بيقول له مفيش مشاكل بس خلي بالك انك هتواجه محنه رعديه وانت بتعمل الموضوع ده. فبيستغرب شو بيكون متعصب وبيقول ازاي تجي لي حاجه زي دي دلوقتي، المفروض انها بتيجي في المستويات الاعلى من كده زي مستوى الامبراطور مثلا. وبيقعد النظام يشرح ليه هو ليه هيقابل حاجه زي دي وبيقول له كده كده انت مجبر انك تقابلها، ولو قابلتها وفضلت عايش هتبقى اقوى بكتير من الاول، ولكن لو واجهتها وفشلت فساعتها هتموت فلازم تخلي بالك. ووسط ما بيكون شو واقف بيحس بحاجه غلط فعلا وبيكون اللي بيحصل ده بسبب القطعه الاثريه اللي معاه، وكان كل لما شو بيتحرك في اتجاه معين القطعه دي بتطلع كميه طاقه كبيره وبيكون ده بسبب انها بتنجذب للنص التاني بتاعها. وفي الوقت ده وبدون اي مقدمات فجاه الشياطين بتهجم على شو بقياده ملك الشياطين، وبيكون ملك الشياطين هو كمان حاسس بموجات الطاقه اللي طالعه من النص اللي جاي مع شو، وبيقول ان من الواضح الولد ده معاه النص التاني بتاع القطعه الاثريه اللي معايا، وبيستخبى شو منهم وساعتها بيتاكد انه ملك الشياطين هو اللي معاه الجزء التاني من القطعه الاثريه لان القطعه الاثريه كانت بتتوهج بطريقه مش طبيعيه. فبيقول شو انا هعمل ايه دلوقتي وبيقعد يفكر في الموضوع ده، وبيكون بقيه الشياطين بيبحثوا عنه في الوقت ده. فبيقول شو للنظام من تاني انت متاكد اني هواجه محنه رعديه؟ فبيقول له شو طيب حلو قوي انا عندي فكره، وبيعرف انه يركب السفينه بتاعته وبيروح لمكانه بيكون فيه اشخاص كتير، ومن الواضح انها واحده من النقاط اللي الناس هتنتقل منها بين العوالم، وبيكون حوالين النقطه دي زي حاجز من القوى الروحيه وبتبقى منع الشياطين من الدخول جوه. فبيدخل شو هو كمان مع الناس دول
دول وبيقعد معاهم، ومش بتكون غير مسألة وقت لحد ما الشياطين بتعرف تتتبعه، وبيروحوا هم وملك الشياطين وبيبتدوا انهم يهاجموا الحاجز الروحي ده، وبيقولوا الحاجز ده ملوش اي لازمه ضدنا ومش هيعمل حاجه غير انه هيأخرنا بس عن قتلكم كلكم. وبيكمل الملك كلامه وبيقول ايوه كلكم هتموتوا الا في حاله واحده بس، وهي انكم تسلموا الشخص اللي مع الجزء الثاني من القطعه الاثريه دي. فبيضحك شو بيقول انت قصدك على القطعه دي صح؟ وبيروح شو مطلع القطعه اللي معاه وبيشوفها الكل، وسيدة الجبل بتكون بتراقبه عن طريق العين السحريه اللي كانت بتستخدمها، وبتقول هو شو بيعمل كده ليه؟ هي فعلا مساله وقت قليل قبل ما الشياطين تعرف تخش جوه، ولكن في الحاله دي ممكن الناس اللي معاه جوه اصلا تخونه وتقرر انها ترمي الشيطان بره، وده علشان يفضلوا عايشين. وبتقول سيدة الجبل لنفسها طيب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ الحقير ده عمره ما هيكون في نفس قوه ملك الشياطين، ولو خرج بره فدي هتكون مساله وقت قبل ما يموت لانه استحاله يهزمه. وبتفكر شويه كده وبتقول طيب هل علينا ان احنا نستخدم الطريقه الاخيره اللي كان الامبراطور سايبها علشان المواقف اللي زي دي؟ ولكن في الحاله دي عالم الشياطين هينهار بشكل كامل ومش هنعرف نستخدمه في التمارين بتاعتنا من تاني. وفي الوقت ده بنرجع تاني للعالم بتاع الشياطين، وبيكون في جدال فعلا جوه المنطقه اللي شو فيها، وبيكونوا عايزين شو يخرج بره علشان يعرفوا هم يعيشوا، ولكن بيكون من ضمن الناس دول البنتين اللي بيكون شو انقذهم، وبيحاولوا انهم يوقفوا بقيه الناس، وبيقولوا ليهم شو ده انسان حلو جدا ولازم نساعده، هو في الاول وفي الاخر صديق لينا، ولكن الناس مش بتكون مهتمه وكل اللي عايزين انهم يعملوه انهم يفضلوا عايشين. وفي الوقت ده ملك الشياطين بيتكلم وبيقول انا مديكم وقت بمقدار 50 نفس من اللي انتم بتتنفسوا، لو ما خرجش الوقت ده قبل ما الوقت ده يخلص فانتم كلكم هتكونوا في عداد الموتى. فبيضحك شو كده وبيقول لهم خلاص انا خارج اهو وسيبوا بقيه الناس زي ما هم. وبنشوف ان اول ما شو بيخرج بيفتح صندوق كده بيكون فيه فاكهه الشيطان، واول ما ملك الشياطين بيشوفها بيتجنن وبيقول لهم هاتوا الفاكهه دي بسرعه من ايده واللي هيجيبها هيكون ليه جايزه. وفي الوقت ده بياكلها شو وبيطلب شو من النظام انه يخليه اقوى ويخليه يخترق المرحله اللي جايه من القوه، وبيوصل شو للمستوى التاسع من جسر الحكام، وبيقول النظام يرجو الاستعداد للمحنه الرعديه، وفعلا بتنزل على طول عليه وخطه شو بتنجح لانها مش عليه بس لا بتنزل على الشياطين كلها، وبينجو شو من الضربه دي بمعجزه كبيره، ولكن بيكون جسمه طبعا مرهق من قوه الضربه المرعبه دي. وفي الوقت ده بنشوف ان ملك الشياطين بيكون لسه عايش وما ماتش، وبيروح علشان يهاجم على شو من ظهره، ولكن شو بياخد باله من الضربه دي وده في اخر لحظه وبيقوم متفاداها بكل سهوله، وبيطلع شو سيفه الكبير ده وبيعززه بالطاقه وبيهاجم على ملك الشياطين، والضربه مش بتيجي في ملك الشياطين نفسه ولكنها بتيجي في السيف الكبير بتاعه وبيتكسر لنصين. وفي الوقت ده بيستغل شو الفرصه وبيقتل ملك الشياطين للابد، وبيكون محدش مصدق اللي حصل ده، وبتقول سيدة الجبل مش معقوله القوه بتاعت شو ومحنه البرق دي انا ما شفتش مثيل ليها ابدا في حياتي، ده كده معاه جسم العتيق البعيد من الاساطير القديمه، انا ما كنتش فاكره ان حاجه زي دي موجوده اصلا. وبتقول سيدة الجبل انا فهمت كل حاجه دلوقتي، وده بيفسر هو اللي شو في الاول كان تدريبه بطيء وكان فاشل. وبتقول العاهله المقدسه بمجرد رجوع شو للعالم بتاعنا هنخليه الطفل المقدس للتايسو، يعني بمعنى اصح حلله ان شو تدريبه وضعفه ديت كان بسبب انه مش عايز يترقى، لانه لو ترقى كان هيخش عليه لعنه البرق دي واحتمال انه ما ينجوش منها، فعشان كده ما كانش عايز يترقى وبتاع. فبتقول سيدة الجبل بس احنا لازم ناخد راي الباقيين في الموضوع، وده علشان ما يحصلش مشكله، وخصوصا ان حاجه زي دي محتاجه الكل يبقى موافق عليها، وده غير ان شو تدريبه مش عالي جدا علشان نقول عليه يعني انه ممكن يبقى طفل المقدس. فبتقول العاهله المقدسه ايوه انا فاهمه المشاكل اللي انت بتفكري فيها دي، ولكن ما تقلقيش الوضع هيكون تحت السيطره، وخصوصا بعد اللي حصل النهارده ده وقتال شو ضد الشيطان ما اظنش ان حد من الباقي هيكون عنده اي مشكله في اننا نخلي شو يكون هو الطفل المقدس التالي. وبنرجع تاني للشو اللي بيكون كل الناس بيهنوه على اللي هو عمله ده وهزيمته لملك الشياطين، وفي الوقت ده بيجي وبنعرف انه هزم التعبان الضخم اللي كان موجود في الكهف، وده اللي شو سابه وطلع يجري منه لو فاكرينه، وبيقول شو لنفسه زي ما انا كنت متوقع من بطل القصه هيكون من السهل عليه انه يخلص على حاجه زي دي. وبنشوف كمان ان اخر التعبان ده وعمله وحش روحي ليه وبقى موجود على كتفه نسخه صغيره منه، وفي نفس الوقت ده بيكون شو هو كمان عنده وحش روحي ولكن بيكون مضحك جدا وبيكون على شكل كتكوت كده صغير، وبيقول شو ده وحش روحي ممكن نقول انه مجرد حيوان اليف. وبنشوف ان عدى على الاحداث دي 3 ايام كامله وبيكون رجع شو للبيت، وبيكون هناك بيثقل نفسه وبيتكلم مع النظام وبيقول له انا ما خدتش لسه جايزه اختراق المرحله الجديده، فبيتاكد النظام وبيقول له فعلا انت ما خدتش الجايزه الى الان، فبيدي النظام شو الجايزه واللي بتبقى عباره عن قانون زراعه الجسم في العصور القديمه الجزء الاول، وبتبقى عباره عن مخطوطه كده ودي المفروض انها تقنيه عسكريه، والمفروض ان لما شو يتعلم المهاره دي هيكون قادر انه يطور من جسده اكتر. وبيقول النظام هل انت عايز انك تتمرن عليها دلوقتي لانها هتفيد جسمك بشكل ملحوظ، وفعلا بيعمل شو الاختراق بتاع المستوى، ولكن اختراق المستوى بالنسبه للجسم بيكون مختلف عن اختراق المستوى بالنسبه للصقل العادي، والموضوع بيكون صعب عليه فبيخليه مرهق ومش قادر انه يكمل تمرين النهارده. المهم بيوقف شو التمرين وبيكون في الوقت ده ساب القطعه الاثريه للنظام علشان يصلحها، والنظام بينجح في كده. فبنعرف ان اسم القطعه دي هي المرايه الحجريه، ودي بتكون قطعه اثريه مهمه ونادره لان على الاقل اللي كان بيستخدمها صاقل من مستوى الامبراطور، وبيكون ليها المرايه دي وظيفتين بس، اول واحده هي انها ممكن تبطئ حركه العدو او انها تشله بشكل كامل او انها ممكن تدي المستخدم
يستخدم حجر عنصري عالي الجوده علشان يجربه. فبيقعد يجرب شوف المرايه دي وبيكون ليها مزايا متعدده غير دول وهو بيقعد يكتشفهم. المهم في الوقت ده بيدخل عليه تيا وبتروح وبتقعد معاه وبيتكلموا عن اللي عملوا شو في عالم الشياطين وانه ازاي فاق كل توقعات وبتديله هديه وبتمشي. وبعد كده بيقعد شو مع الكتكوت اللي على كتفه ده وبيقول له تعالى ليا بقى وقول لي انت مين بالظبط وبتعمل ايه هنا وانت ايه البيضه اللي انت كنت فيها دي وهي ليه كانت قريبه جدا من المرايه الحجريه. فبيقول الكتكوت انا اللي فاكره اني كنت من قبيله الغراب ولكن موضوع المرايه الحجريه ده انا ما اعرفش عنه حاجه. وبنعرف ان عشيره الغراب دي بتبقى من ضمن مجموعه عشائر اسمها عشائر الامبراطور. وبيكون كتكوت متكبر كده وبيقعد يرخم على شو كتير ولكن بيقول له في الوقت اللي انت كنت فيه مع تياو وقبل ما انا اجيلكم كان في حد بيسال عليك في البيت عندك. وبنكتشف انها كانت المعلمه وبتتكلم مع شو شويه وبعدين بتمشي. وبنشوف ان بعد مرور 3 ايام من الاحداث دي بنشوف شو واللي بيكون بيخيم في الغابه وبيتكلم مع نفسه كده وبيكون سرق بعض القوى من المعلمه وبيتكلم على انها لسه قويه برضه رغم انه سرق منها قوه اكتر من مره. وبنشوف بعد كده ان خبر ان شو هيبقى الطفل المقدس وصل وانتشر في اراضي تايشو كلها. وبيكون في ناس مش عاجبها الموضوع ده وبيقولوا ده لسه ضعيف ده لسه في مرحله جسر الحكام بس هو ازاي هيكون هو الطفل المقدس اللي جاي اكيد هم بيهزروا او في حاجه غلط بتحصل. وبنشوف شو اللي بيكون بيتتوج وكل لما بيشوفوا حد بيكون مبهور جدا منه وبيبقى عايز يتكلم معاه بسبب الاحداث اللي حصلت وده لما كان في عالم الشياطين وانه هيبقى مشهور وبتاع وهيبقى الطفل المقدس الجديد. ولو حد بيسال ازاي الشحط ده كله هيبقى طفل فانا هقول لك الكاتب عايز كده انا ماليش دعوه. وبنشوف ان شو راح عند مكان معين كده وبيكون عايز يدخله ولكن بيكون في حاجز من القوه بيمنعه وبيكون الحاجز ده قوي لدرجه ان علشان حد يخش لازم يكون من مرتبه الامبراطور او فوق وكمان ممكن يموت. وبتخرج ليه في الوقت ده واحده اسمها سوجين وبتقول له انا ابقى حارسه الارشيف اللي هنا. وبيدخلوا المبنى سوا وبيكون ده مبنى الارشيف وبيدخلوا للطابق السابع وبيكون هو كمان هناك وبيكون بيقرا في كتب. فلما كان شو هناك عايز يقرا كتاب كده وهو كتاب تقنيه زراعه الجسم عاليه الجوده. فعلا بعد صياح كتير شو بيعرف يعمل كده وبيبتدي يقرا الكتاب ولكن وسط ما هو بيقرا فجاه بيلاقي حاجه اسمها حرير السماء وبيقول شو ان الماده دي يعتبر شبه من المستحيل انك تلاقيها دلوقتي. وبنشوف ان شو بيحتفظ بالماده دي وبيكمل في التعليم من الكتاب وبيسيب الارشيف وبيمشي. وبنشوف بعد كده ان بيكون معاه قطعه ورقه كده شبه الحرير اللي كان مع شو وبيكون مكتوب فيها ان في كنز في مكان معين ومكتوب ملحوظه ما تروحش لوحدك انت لازم تروح مع شخص ما. فبيروح مع شخص اسمه يون ويون ده بيكون بيكره شو جدا وعايز يبقى اقوى منه علشان في الحاله دي هيبقى هو الطفل المقدس بداله. وبيروحوا في مكان الكنز ولكن بيقول انا حاسس ان في حاجه غلط بتحصل هنا ولكن يون بيقول له ولا يهمك يا عم كمل بس اكيد في وحش هنا ولا حاجه بس هيكون سهل القضاء عليه. المهم بيدخل يون ويي للمكان ده ولكن يون بيموت ويي بيطلع باعجوبه. وطبعا ليه بقى لانه البطل بتاع القصه فبيطلع في الاخر دايما ولكن للاسف دي مش الفكره ده كان مجرد فخ. وعلشان كده شو قال لي ما تروحش لوحدك لانه عارف ان ده هيحصل وان يي عمره ما هيموت. وفي الوقت ده اخبار موت يون بتوصل لشو وبيكون في واحد ملقب بالاخ الاكبر هو كمان هناك وبيقول له شو الخبر وبيقول له انت اكيد فرحان دلوقتي. فشو بيقول له لا انا المفروض ما افرحش في موت حد. فبيتعصب الاخ الاكبر وبيقول له انت هتعمل الحركتين دول عليا يالا. وفي الوقت ده بيظهر الكتكوت اللي على كتف شو وبيقول له انت بتتكلم مع سيدي ازاي بالطريقه دي. فبيتعصب الاخ الاكبر وبيحدف على الكتكوت كده حاجه زي ابره صغيره هتكون كفيله على القضاء عليه لكن سو بيصدها بسرعه كبيره وبيقول انت كنت هتقتل الحيوان الاليف يعني انت عايز تحاربني دلوقتي. وبيكون بيستعد علشان يهاجمه ولكن بقيه الناس بتهدي الموضوع. سيده الجبل بتكون بتكلم شو في دماغه كده وبتقول له تعالى ليا القصر بتاعي انا لازم نكلمك في حاجه مهمه. فبيروح شو لسيده الجبل وتدي له حاجه كده وبتقول له البسها وده وانت ماشي على السلم السماوي قريب. وبتقول له اوعى تكون فاكر اني خايفه عليك ولكني بعمل كده علشان اضمن انك هترجع عايش وتفك الختم اللي عليا ده. وبنعرف من سيده الجبل ان عيله جيانج بتتحدى شو في المراسم بتاعه انه يبقى الطفل المقدس وعلشان سيده الجبل كانت عايزه تحميه بالقطعه اللي هي اديتها له دي فقالت لي البسها دلوقتي. وبنشوف فعلا ان بيكون في واحد اسمه زو المفروض انه هيواجه شو وبتبتدي المراسم وبيكون الكل شايف ان شو مش هيعرف يعملها وبيقعدوا كده يتهامسوا على شو انه هيبقى سيء والموضوع هيكون صعب عليه وممكن يموت. وبيكون شو علشان يبقى الطفل المقدس لازم يطلع السلم السماوي كله بنجاح. وبيكون فكره الجسر ده انه مجموعه من الاحجار المعلقه في السماء وده بواسطه طاقه روحيه وهتقع على الارض على طول في حاله ان شو كان جواه اي افكار شريره. والجسر هيكون من الصعب المشي عليه لو عقل شو ضعيف او لو نواياه مختلطه يعني لو شرير وطيب في نفس الوقت. وبنشوف ان شو فضل واقف اكتر من نص ساعه عند بدايه الجسر وبيكون مش عارف يتحرك. فبيقول الناس لبعضيهم حتى هو مش عارف يعدي اول خطوه من الجسر هل هيخلصوا كله انتوا اكيد بتهزروا. ولكن فجاه بيبتدي شو يمشي على الجسر وبيكون بيمشي بسرعه فائقه وبنشوف ان شو خلص الجسر كله في ساعه واحده وبيكون ده رقم قياسي ليه ولكل الناس اللي عدت على الجسر ده لان الناس في الطبيعه كانت بتاخد وقت اكتر من كده اكتر من اللي شو اخده بكتير. وبيكون ده مجرد جسر بيوصل للمكان اللي فيه سلم السماء اصلا. وجه هنا دور الاختبار الحقيقي وفي الوقت ده بيكون في ناس من جميع القبائل عايزه انها تخلص من شو على الجسر ده وبيبتدي الكل يحاولوا انهم يتسلقوا سلم السماء علشان يوصلوا للنهايه الاول. وبيكون فيهم طبعا مين بيكون فيهم شو وبيكون شو
بيقول من الواضح ان مفيش طريقه غير دي، وبيبتدي يضرب في الناس اللي معاه على السلم ده واللي المفروض انهم منافسين ليه، وبيرمي واحد فيهم بره السلم وبيكون هيقع على الارض ويموت لان السلم ده على ارتفاع مرعب جدا، ولكن العائله المقدسه بتحميه في اخر لحظه، وبيكون شو على السلم السماوي ده لحد ما بيقابل 2 تانيين وبيكونوا عايزين انهم يقتلوه، وده بعد اللي هو عمله، وبيطلعوا سيوفهم وبيستخدموا مهارات القمر العائم وسيف تلج المنجرف وبيهاجموا على شو، ولكن شو بيصد الضربات دي بسيفه وبيبتدي هو يهاجمهم مع بعضيهم، وبيكون مفيش قدام العيال دي فرصه انهم يهزموه، وبيكون شو هيخلص عليهم هم الاثنين، ولكن في اخر لحظه بيستخدموا مهاره مزدوجه، وبتكون المهاره دي قويه جدا والكل بيتوقع نهايه لشو، لان المهاره دي تعتبر من المهارات اللي بيطلق عليها اسم المهارات الشاذه، واللي بيكون من الصعب على اي حد انه يتفاداها او يستحملها من الاساس، ولكن شو بيضحك وبيقول ان الجسم اللي معاه ده واحده من مميزاته انه منيع من اي ضربه من الضربات الشاذه اللي زي دي، وكمان شو بيستخدم ضربه شاذه ولكنها بتبقى قويه جدا واقوى من اي حاجه من الاثنين دول، وهي ضربه اسمها الدم الذهبي بذور الفوضى، وحرفيا بسبب القوه المرعبه بتاعت شو المكان بيبتدي يبقى عاصفه، وبيتقدم شو ناحيتهم وبيخلص عليهم بكل سهوله، وبيكون الموضوع بالنسبه له ما فيهوش اي صعوبه خالص، وبيكون فاضل 2 ضد شو المفروض انه يخلص عليهم في طريقه، وهم زو وواحد تاني عمال بيقول لشو سيبني في حالي، انا مش خصب ليك ولا هعمل لك حاجه، سيبني بس انا عايش. وفي الوقت ده بنشوف ان العائله المقدسه واقفه قدام وحش كبير اسمه القرد الذهبي، والعائله بتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ ما حدش دعاك. وبنشوف ان القرد ده المفروض انه من الوحوش، والوحوش ليهم عالم مخصوص والمفروض انهم ما يطلعوش منه، ولكن اشهر وحش في الوحوش دول لو طلع هيكون في عقوبه عليه، وهي حاجه كده زي عالم الشياطين اللي كان فيه من شويه. فالمهم بقى يا سيدي بنكتشف ان القرد ده طلع لانه بيستقل بمهارات شو، وبيقول للعائله هل ممكن نخلي ابني يشارك في السباق ده هو كمان، ولو كسب فساعتها انا هكون محتاج اعرف منك انت مين بالظبط وعايزه ايه من العالم ده، ولكن لو شو كسب فساعتها هعمل لك اللي انت عايزاه. فبتقول له لو شو كسب انا هاخد منك زهره البودي وفاكهه الراهب وكنز سماوي كمان. فبيوافق القرد على الموضوع ده وبيبعت واحده ليها جناحات كده وبيقول لها اتصرفي انت مع شو، وبتقول سيده الجبل نفسها الحاجات اللي انا بطلبها دي هي الحاجات اللي محتاجها شو علشان يثقل نفسه. المهم لما بتوصل البنت اللي على شكل فراشه دي بتشوف شو والاثنين التانيين معاه وبتقول لهم مين فيكم شو انا محتاجاه، فشو بيقول لها انا ليه، فبتروح مطلعه مطرقه كبيره كده وبتبدا تهاجم عليه بسرعه، وبيقول شو انا عارف البنت دي تبقى امبراطوره الفراشات من عالم تيانيو، وبيقول شو ان الاشاعات عن الست دي مش طبيعيه، ومعروف انها وسط المعركه بتقوي نفسها باستمرار، ومع الوقت جسمها بيبقى اقوى ومش بتحس بالالم ولا حتى بتتضرر من المعركه. وفعلا تكمل الامبراطوره الهجوم على شو، وبيبتدي شو يحاول انه يهاجم عليها، ولكن الموضوع بيكون صعب عليه جدا لانها قويه ومن مرحله اعلى منه. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده في حكايه شو؟ ده اللي هنعرفه في الموسم اللي جاي من الحكايه، ولكن عشان ننزل لكم الموسم الثاني فطبعا لازم بس ننتظر حبه بسيطه كده لحد ما الفصول الجديده تنزل. بس اهم حاجه نوصل المقطع ده لاكبر عدد ممكن من اللايكات عشان نعرف انكم عايزين الموسم الثاني من الحكايه. وكالعاده معانا سؤال للفيديو ده، كم من الوقت اخذ شو علشان يعدي المرحله اللي قبل السلم السماوي؟ اللي هيجاوب صح حط عليه في بدايه الفيديو الجاي. وبس كان معكم جينرو، اشوفكم في مقاطع جايه ان شاء الله في رعايه الله وحفظه. بمجرد أن ولد من جديد في جسد ضعيف يسخر منه المتنمرون، وجد نفسه محاصرا بسحر دعم عديم الفائدة، لكن العالم المرآة المخفي يقلب كل شيء، الكعوب تصبح أسلحة والكروم تصبح فوضى وكل تعويذة تضاعف الدمار. يعتقد العالم أنه بلا قوة، لكنهم على وشك أن يشهدوا ولادة شذوذ بمستوى إلهي. خاطب يونتشي لوي وضغط عليه إذا لم يكونوا إخوة قد قاتلوا جنبا إلى جنب في معارك الحياة والموت، طالب بمعرفة لماذا خانه بهذه الطريقة. ذكره لوي بالفوضى التي اندلعت عندما بدأت الكارثة لأول مرة، وسأله إذا كان لا يزال يتذكر تلك الأيام. أوضح أن الوحوش ظهرت في جميع أنحاء الأرض من فضاءات غريبة ممزقة كل شيء بتدمير لا يرحم. لاحقا أطلقوا على تلك الأماكن عوارم سرية، وأي شخص لمس طاقتها الغريبة استيقظت لديه قوى غامضة تسمى فئة. لذلك جمعوا حاملي الفئات في جيش لمحاربة العوارم السرية، متقدمين بزخم لا يمكن إيقافه. وفي ذلك الوقت تمكنوا حتى من غزو أخطر عالم سري من رتبة SSS، ولكن هذا كان بالضبط السبب الذي جعله يضطر إلى القضاء عليه الآن، لأنه لم يعد شيئا يمكنهم السيطرة عليه. حامل فئة قوي مثل ذلك يمكنه بسهولة تحطيم نظام الهش للإمبراطورية، وشخص تجاوز حتى رتبة SS كان أكبر تهديد على الإطلاق. القوة الأقوى، أعلن، يجب أن تبقى فقط في متناول العائلة المالكة، لأن ذلك فقط يمكن أن يحافظ على استقرار الإمبراطورية. ضغط يونشي عليه إذا كان ذلك هو السبب في أنه ذبح عائلته وزملائه. رد له وي ببرود أن ذلك كان من أجل استقرار الإمبراطورية. صاح يونشي باسمه بغضب، اندفع للأمام ليضربه، لكن درعه انفجر في انفجار عنيف ممزقا إياه بألم حارق. اصطدم بالماء محدثا موجة ضخمة. كشف لووي أنه قد عبث بالفعل بالدروع في وقت سابق، موضحا أنه بمجرد انفجارها سيتسرب سم مركب عميقا في جروحه. بعد نجاته من حرب من رتبة SSS قال إنه لا يمكن أن يكون لديه القوة المتبقية للرد، لكنه أحضر جيشا كاملا معه
مدعيا أن هذه طريقته في إظهار الاحترام. مطاردا من الماضي، سخر يون تشي من فكرة الإخوة للأبد، مدركا أنها لم تكن سوى كلام فارغ وولاء زائف. ثم أصدرت النظام صوتا وأخبرته أن مهارته المخفية عالم المرآة قد استوفت شروط التفعيل، وسألته إذا كان يرغب في استخدامها. تلاشى الضوء من عيني يون تشي، غاصت روحه في أعماق الانعكاس المتماوج عبر الماء. بعد عقود كان مجموعة من الأولاد يدفعون يون تشي بالقرب من بحيرة. ضحك أحدهم قائلا إنه كان يتظاهر بالموت فقط. صاح دينغ شو بأن رؤية وجهه الميت تزعجه. قرروا رميه مرة أخرى، واحتج يون تشي بضعف قائلا إنه لم يكن يتظاهر. ومع ذلك ألقوه مرة أخرى في الماء، وكل ما استطاع فعله هو إغلاق عينيه بإحكام وعض فكه في بؤس صامت. انفجر أحد الأولاد بالضحك، وسخر آخر بأنه إذا تظاهر مرة أخرى فسوف يضربونه بشكل جيد، بينما هزئ آخر بأن تعابير وجهه كانت مضحكة، لذا يجب عليهم سحبه لاحقا وضربه بضع مرات أخرى. تحت السطح كان يون تشي يلهث بالفعل للهواء بينما كان الدم يتسرب من فمه. تساءل لماذا كان يجب أن يكون هو دائما، ولماذا لم يتوقفوا عن تعذيبه. ثم التقط وعيه المتلاشي صوتا غريبا، وتساءلت روحه ما كان ذلك الضجيج. في هذه الأثناء تمتم شياوجي بأنهم يجب أن يتوقفوا عن ذلك لأنه قد يموت بالفعل. رد دينغ شو بأنه إذا كان يحتضر حقا فعليه أن يستخدم تعويذة شفاء على نفسه، قائلا إنه حتى لو استعاد جزءا بسيطا من الصحة فهو أفضل من لا شيء. وسأل إذا لم تكن فئته مغنيا، لكنه في نفس الوقت سخر من أن الرجل كان متصنعا، هو الذي قادهم إلى هناك في المقام الأول، ووجد الجميع يون تشي بسببه، لذا قال بغضب إنه سيكون مشكلته إذا مات الفتى بالفعل. أشار شياوجي إلى أنه فعل ذلك فقط بسببهم جميعا، وضغط دينغ شو عليه إذا كان يريد أن يغرق أيضا. ذكر أن كيس الملاكمة كان لديه بالفعل آراؤه الخاصة، وهو ما بدا مثيرا للإعجاب بشكل سخيف. كان من الواضح أنه ليس لديه فكرة عما هو جيد له. اشتعل ضوء ساطع خلفه وتجمد في مكانه. حدقوا بينما تشوهت محيطاتهم أمام أعينهم. أعلن أحد الأولاد أنه كان عالما سريا، وضغط دينغ شو على كيفية ظهور عالم سري هناك. قرروا أنه يجب عليهم الهرب، لأن ذلك العالم السري الجديد لم يكن شيئا يجب عليهم العبث به. كان شياوجي ينوي أيضا الهرب، لكنه لمح يون تشي لا يزال مضمورا في الماء. تردد في رعب، يزن خياراته وكأن حياته تعتمد عليها. قرر أنه يجب أن يتخلى عن كل هذا الهراء. كان عليهم أن يذهبوا لسحبه أولا. بينما كان يصارع مع الحبل بدأت الوحوش تزحف حوله. كان مذعورا ومرتبكا بينما كانت يداه تتخبطان مع العقد. هو